انا بقول لك اخوات اخوات. لا يا عم تسوقي، انا متاكد انهم مش اخوات. يا واد اذا كان هو اسمه توم كروز وهي اسمها بلوب كروز، يبقى ازاي مش اخوات؟ انا سامع المذيعه ببرنامج يلا سيما قالت انهم ولاد عم مش اخوات، يعني كروز ده يبقى جدهم. طب احضرنا انت يا اسطى، اخوات دول ولا ولاد عم؟ اقول لكم ايه، ما انتوا لا شفتوا حاجه ولا تعرفوا حاجه. كروز ده اساسا لقب زي بيه وباشا حدانا كده، ومن ساعة الثورة الأمريكية ما قامت والألقاب دي بقت تنقال لأي حد. يعني انا لو رحت امريكا يا عم دياسطي هيقولوا لي يا سليت كروز؟ لا، انت لو رحت أمريكا هيقولوا لك لف وارجع. ايه الهطل اللي نزل على الكفر ده؟ هو احنا خلاص ما بقاش ورانا غير الهيافات؟ ما انت السبب يا اسطى. ليه بقى ان شاء الله؟ جبت سكرة هيافة ودلكتها في الترعة؟ انت طول عمرك رمانة الميزان، طول ما انت شغال زي النحلة الكفر كلاته بيشتغل معاك، تنام وتريح الكفر يريح معاك. طب ما هو شغال في الدكان اهو يا عم تسوقي. شطب انت يا جاموس البرك. انا قصدي العمل الاجتماعي والسياسي. عمك ده يا اسطى بقاله مدة مريح ما بيعملش مشاريع جديدة. انت فاكر المشاريع القومية بتاعتي دي بتاجي بالساهل كده؟ لا يا عم تسوقي، انا عمري ما كنت نحيت مشاريع، انا بتاع مخمخة وطقطقة. سلام عليكم. الظاهر ربنا غضبان علينا. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ ناشد. مش وقته، اديني ازازة شربات يا ضياستي. شربات؟ خير اللهم اجعله خير. ابنك خيرت نجح في الدبلون يا نشأت افندي. ملكوش دعوة، هات ازازة الشربات يلا بسرعة. ماشي، اتفضل يا سيدي. ايوه هي دي. شوف بقى يا سيدي، انا جايب لك حاجة حلوة قوي. يا ما جاب الغراب لامه. انت جاي لك جواب مصوجر ومقفول ومتبرشم وعامل دماغ وشكله كده جاي لك فيه خبر حلو. الجواب من مين ده يا نشأت افندي؟ ما اعرفش بقى، انا اديت مهمتي واخدت حلاوتي واتكل. حلاوتك؟ حق ازازة الشربات يا نشأت افندي دي ب13 جنيه. ما هي دي الحلاوة. سلام عليكم. يا سنة سوخة. مالك يا دياستي مخضوض كده ليه؟ يكونش الجواب ده من الحاج عوالي؟ لا، ده من المجر الإقليمي للأمم المتحدة. مين أم متحدة ده يا دياستي؟ وتعرفها منين؟ يا بنت بقولك الأمم المتحدة بتاعت البلاد المتخنقة والعالم اللي واقعة ببعضيها دي. يوه، انت اتخانقت مع حد من البلد اللي جنبنا يا دياستي؟ يا بنت دي منظمة دولية، يعني حاجة كده زي البرلمان بتاعنا بس على كبير شوية، ومليان ناس من دول ياما. ودول عايزينك ليه يا اخوي؟ عايزيني أروح أقابل المبعوث الرسمي بتاعهم في مصر. يوه، طب وده عايز منك ايه؟ يكونش سمع عن الجبنة القديمة اللي معتجها في الدكان وعايز يشتري منك؟ جبنتيه ومفتقتيه يا بت، تلاقيه قرا عني في الجرايد الأجنبية. مؤكد عايزين يستشيروني في أي نزاع دولي في منطقة الشرق الأوسط. ايوه الشرق الاوسط. طب بالله عليك يا اخويا تقول لهم يظبطوا الارسال بتاعهم، لحسن الشباب والرياضة بتشوشر عليهم وما بعرفش اسمعهم. من عناية يا بسنت. روح اكويل الجلابية الرسمية بتاعتي بدل ما اتعصب عليك واسقولك بأي حاجة. يلا. ادخل. السلام عليكم يا باشا. اهلا يا داستي، اتفضل. اهدى نشأت افندي، تاه اللي جابك هنا؟ تعال انت بس كده وانا هفهمك كل حاجة. انت هتطلع زعيم العصابة في الاخر ولا ايه؟ وانا اقول يدك ناعمة مش مشققة زينا ليه؟ وبعدين خد هنا، فين ال13 جنيه تمن ازازة الشربات يا ضلالي؟ يا سيدي اسمعني. ما اسمعش بقى، انت مندس وسطينا في الكفر طول المدة دي عشان تسرق مني جزازة شربات. يا اخي افهم بقى، انا مش نشأت، انا بهجت اخوه.
بهجة اخوك كيف؟ انا اول مرة اعرف ان نشأت افندي له اخ. لا، ده احنا عيلة كبيرة قوي منتشرة في كافة المصالح الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية. وعلى كده جنابك بتشتغل في الامم المتحدة؟ ايوه يا سيدي، وبعتلك عشان ابلغك اهم خبر في حياتك. الامم المتحدة معجبة بنشاطك الاجتماعي والسياسي ومرشحينك لمنصب سفير النوايا الحسنة. يا بوي، ده انا كأني في حلم ولا ايه؟ انا بقيت سفير؟ انا بقول مترشح، لسه ما تمش الاختيار النهائي بينك وبين المرشحين التانيين. بإذن الله هكسبها معاليك. بس هم مين اللي مترشحين معايا للمنصب ده يا باشا؟ سعد الصغير وهيفاء وهبي. ايوه يا سيدي، وانا التالت بتاعهم. والله الواحد ما عرفش يبارك لك ولا يقلق عليك. لعلمك سعد الصغير ده لا صغير ولا حاجة، ده جامد آخر حاجة. ولا هيفا وهبي ده يا حزن جامدة جمودية تمسكها العمودية، يعني صعب عليك تكسب منهم الترشيح. وانا لا يمكن اتنازل عن المنصب ده يا عم تسوقي، ده انا طول عمري بحلم بالحقيبة الدبلوماسية دي. بس اقول لك والله فيه الخير بهجتك ونشأة افندي دي انه رشحك. لا يا عم تسوقي، انا اترشحت بمجهودي. انا بقول ناخد له كام ذكر بط على فطيرتين مشلتت وبلاص مش بدوده، ونعمل له زيارة عشان يتوصى بيك ويرسي عليك المنصب. وانت فكرك يعني انا ما حاولتش معاه؟ ده انا جاي ارمي له 20 جنيه في درج المكتب وبقول له كل سنة وانت طيب. لقيته راح هابب فيا كيف وابور الجواز، وكان هيرميني من الشباك. طلع عينيه مليانة مش زي اخوه نشأة افندي. طب امال هتكسب المنصب ده كيف يا ده اسطي؟ شوف يا عم تسوقي، المنصب ده مش واقف على الشهرة بس، لا، ده كمان بيعتمد على استعدادك لخدمة ناسك وأهلك. وهو في حد بيخدمنا زيك يا عم دياسطي؟ أنا بتكلم عن البلد كلاتها مش الكفر بس. لازم أعمل حاجة تسمع في البلد كلاتها عشان أعلم على سعد وهيفا. ورايا يا باشا فندي. الأمم المتحدة عندها منظمات ياما، ركزوا معايا. عندهم الفاو بتاعت الزراعة، واليونسكو بتاعت الثقافة، واليونيسيف بتاعت الأطفال. احنا بقى نختار منظمة من دول ونشوف. حلو قوي، يبقى تخليك في الفاو بتاعت الزراعة دي يا اسطي. وهو المثل بيقول القطة ما تقولش غير مياو والفلاح ملوش الا الفاو. هو كلام معقول، بس المشكلة إن المنظمة دي فيها الست ماجدة الرومي والأستاذ الشاب خالد. دي طب ودي فيها ايه يا باشا فندي؟ ما هو مش معقول هيحطوا 3 سفراء عرب في منظمة واحدة. خلاص خلينا في منظمة اليونسكو. ده أنا لو بقيت سفيرها هبقى زميل الحاج نيلسون أبو مانديلا. صح يا ولدي. طب هم لو عملوا امتحانات في الثقافة عشان يختاروا السفير هتعديه هوا؟ امتحانات؟ هم ممكن يعملوا امتحانات في الثقافة؟ لا 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 لا، بلاش يا عم تسوقي، أنا اليونسكو دي مش جاي على هوايا الصراحة. خلاص خليك في الطفولة، انت طول عمرك جواك طفل. ده انت حتى من زمان وشك بيقولوا عليه بابي فيس. معاك حق يا عم تسوقي، هي دي. وانا عندي كم مشروع للاطفال بقى، انما ايه هيعجبوك قوي قوي قوي. ما بلاش يا عم دياسطي، أبلة هيفا عاملة أغاني أطفال حلوة قوي، ودي منطقتها بصراحة، من أول بوس الواوا لحد بابا فين. يا سلام، عايز أدخل الحمام. شكلك متابع أصليط. حس كده بقى ما قدمناش غير برنامج مكافحة السل. واد أصليط اتصل لي يا واد الو، يا أهلا وسهلا بالغالي أخو الغالي. ها عجبتك الحفلة يا باشا؟ طبعا، دي من حلاوتها رشحوا شعبان عبد الرحيم عشان يبقى المنافس الرابع بتاعكو على منصب سفير النوايا الحسنة. يا سنة سوقة، يعني جيتك حالها عمتها. شكلك كده مش قد المنصب يا ضياستي. لا يا باشا ما تقولش كده، انا لو ما خدتش المنصب ده ممكن يجرى لي حاجة.
يبقى تركز معايا في اللي هقوله لك. قال لك هيتصلوا بيك يمتحنوك على التليفون. ايوه يا غباش افندي، بيقول لازم يعملوا لي امتحان عشان يتاكدوا ان نواياي حسنه الصح. طب ودي هيتأكدوا منها كيف؟ ده المثل بيقول مهما الرز يتغرف النوايا مش هتتعرف. يا دي الأمثلة. لا يا سيدي، ما هم عندهم أجهزة متوصلة بحاجة كده، زي ما تقول أجهزة كشف النوايا الحسنة. هيسألوني أسئلة وهجاوب، لو جاوبت غلط هيصفر. طب انت خلي بالك بقى يا عم جاست من نيتك وهم بيسألوك في التليفون. شوف يا سليط، أنا بصراحة مش ضامن الحكاية دي، مش عشان أنا نيتي وحشة لا سمح الله، لا، لكن عشان دي مهما كانت أجهزة إلكترونية، وأنا نواياي ما يقدرهاش غير البشر اللي قلوبهم صافية. طب وهتتصرف ازاي يا ابو قلب رهيف انت؟ أنا هطلب من سليط حبيبي وأخويا الصغير وابني اللي ما خلفتهوش إنه يتسأل بدالي. لا يا عم جاستي، انا خاف يعرفوا ويكفشوني ويودوني مجلس الامن ويحبطوني هناك على الفلكه. يا واد ما تخافش، هم هيعرفوا منين. اتسأل انت بس، وانا هديك كيكه وبسكوت وحاجه ساقعه من اللي في الصفايح كمان، وشفاتشه ليمون يا عم جاستي. وشفاتشه ليمون. يلا يا سيدي. برايفت نمبر، برايفت نمبر، اكيد هم. رد يا سليط. الو، هل أنت السيد دياستي؟ ايوه انا عم دياستي، قصدي انا السيد دياستي. سوف يتم سؤالك بعض الأسئلة للتأكد من حسن نواياك. السؤال الأول: ما هو تصرفك إذا وجدت ورقة ب1,000,000 جنيه على الرصيف؟ اخدها اسلمها للجسم واخد 10% مكافأة. نيتك حسنة. السؤال الثاني: كيف تتصرف إذا عرفت أن صاحب ال1,000,000 جنيه يحتاج كل قرش فيهم لكي يجري عملية جراحية لأمه الغلبانة؟ اتنازل على 10% عمري لله. نيتك حسنة. السؤال الثالث: كيف تتصرف إذا عرفت أن العملية تتكلف 1,000,000 جنيه و20,000؟ اروح ابيع الجرار بتاعي وطقم الحلل النحاس بتاع امي واستلف الباقي واروح اديهم له. أنت أكثر من رائع، مذهل حقا. نيتك حسنة. السؤال الرابع: كيف تتصرف إذا عرفت أن هذا الرجل نصاب؟ هعمل ايه يعني؟ هزعل شوية وبعدين اروح اشرب شاي عند عم دياستي. واه، اعدل يا طير. قصدي عندي في الدكان. أوه مبروك، أنت إنسان نادر الوجود، ولقد سجلت رقما قياسيا في النوايا الحسنة. نشكرك شكرا جزيلا، ولك جزيل الشكر، والحمد لله. الله عليك يا سليط، ايه الحلاوة دي يا واد؟ ايوه خدمة يا عم دياستي. فين بقى الحاجة الحلوة؟ شايف باب الدكان ده؟ ايوه. خش خد لك غطس جوه وخد كل اللي نفسك فيه. ألف مبروك يا دياستي، أنت خلاص بقيت سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة. الله يبارك فيك يا باشا، أنا مش مصدق نفسي. الحقيقة المنظمة انبهرت بنواياك الحسنة، عشان كده قررنا نعينك سفير عمومي، يعني سفير في كل المنظمات وعلى كل المستويات. هنكلفك بأي مهمة في أي وقت وفي أي مكان. أنا الفرحة مش سيعاني يا ناس. عن إذنك بقى هروح أفرح الناس في الكفر. طب ما قلتليش بقى هتتبرع بكام؟ أتبرع مين سعادتك؟ تتبرع يا دياستي، تتبرع لأي منظمة من بتوعنا عشان تثبت حسن نواياك عمليا يا أخي. هو أنا لسه هثبت؟ يلا ما تضيعش وقت. مال طلع اللي في جيبك وروح هات كل الفلوس اللي معاك يا راجل، ده انت سفير نوايا حسنة. اهو ده اللي ما كنتش عامل حسابه، لكن اقول ايه، كله يهون عشان خاطر ابقى جناب السفير. وكل يوم من ده مقالب، والطبع في الاخر غالب، بس انت واقفه له على الهيفه، مش طايقه روبي ولا هيفه. بس انت واقفه له على الهيفه، أيوة. مش طايقه روبي.
انا قلت من الاول عيلة نشأة افندي واشكاله دي ما يجيش من وراهم غير الهم والغم. يوه مالك يا جناب السفير، انت بتكلم نفسك يا اخوي؟ ضحكوا عليا يا بسنت. قال ايه؟ الامم المتحدة عينتني سفير نوايا حسنة. وماله يا اخوي، اهي نوايا تسند الزي. زير ايه وجنزير ايه يا وليه؟ ده انا قلت خلاص هبقى سفير وعلق النمر الخضراء على التوك توك وسافر اتفسح واخد الواد سليط يشل الحقيبة الدبلوماسية. اتاريه طلع منصب شرف. هي يعني ايه منصب شرفك ده يا دياستي؟ يعني تطوع يا اختي، يعني حاجة كده زي رؤساء أندية الكورة بيدفعوا من جيبهم في النادي وما بيقبضوش منه. طب ما تلحق يا اخويا تشتري شكبالة قبل ما يغلى، لحسن ده بقى ولا كيلو اللحمة كل يوم يغلى عن اليوم اللي قبل. يا سلام يا بسد، يا سلام لو كان عندي ربع مخ من المهو بتاعك دي. يا سلام، ده أنا كنت أعيش في راحة. ربع مخ بس. خلاص بكرة عدي على ام عزبي بتاعت الكرشة اجيب لك منها ربع مخ ونص لسان. ايه رايك بقى؟ اهدى. خناقة دي ولا ايه؟ اهدى. في ايه يا غباشة افندي؟ انت هتدي دروس محو أمية ولا ايه؟ دروس ايه بس؟ دول اهلك وحبايبك جايين يباركولك على منصب السفير يا جناب السفير. ما تقولش سفير دي تاني، انا بتعكنن من الكلمة دي. متشكرين يا اخوانا، ما نجيلكوش في نوايا حسنة. يلا كل واحد على داره. الله، هتصرفهم كده من غير ما تسمع مطالبهم؟ مطالبهم ليه؟ هو حد قال لهم اني بقيت محافظ ولا ايه؟ لا يا سيدي، دي شوية مطالب كده على الماشي. يعني عندك مثلا عم زعبلاوي عايز معونة من الأمم المتحدة عشان ينكس البيت، وخالتك أم شفيق عايزة تشغل شفيق في أي حاجة، إن شاء الله حتى عسكري حفظ سلام، والواد شلب العريان. مال العريان روخر؟ عايز طقم بوكسرات؟ لا، عايزك تكلم له السيد رئيس المجلس يعينه في البوفيه. رئيس مجلس المدينة؟ لا رئيس مجلس الأمن. غباشة فندي، لم الحوش دول وانكشحوا من قدام السعادي. انا العفاريت بتتنطط قدامي ونوايايا مش حسنة خالص. بس يا جناب السفير، ما سافرش، انا هخش اجيب البندقية الرش بتاعتي، ولو رجعت لقيت نفر فيكو هرشه. والله عالي يا ضياستي، بقى بترفع على اهل الكفر بندقية وكمان رش مش آلي. معلش يا ماما، ساعة طيش ومش هتتكرر. اسمع يا ضياستي، إذا كان ربنا فتحها عليك وبقيت راجل مهم فده بفضل الناس اللي شعرتك وعملت لك الصيت اللي خلاك تبقى سفير. طيب ده أدعى إني أضربهم بالبلغة كمان مش بالبندقية يا ماما. ده طلع منصب شرفي. جعش، هتفضل طول عمرك جعش يا واد. المنصب دي هو اللي هيعمل لك جيمة وهيسجل اسمك في التاريخ من أوسع أبوابه، تقوم ترفص برجليك. يا ماما الجماعة بتوع الأمم المتحدة دول جلدة، عينوني سفير ومش هاين عليهم يصرفولي أوضة فوق السطوح في حي السفارات ولا حتى خط بيزنس. يا واد بقول لك هتخش تاريخ تقول لي خط بس. انت ما سمعتش عن الحاج غند الله يرحمه؟ ما سمعتش عن عمك نيلسون مانديلا؟ سمعت يا ماما، مش دول بيلعبوا في ريال مدريد؟ يا واد دول كانوا فلاحين زيك كده وربنا كرمهم واشتهروا في الدنيا كلها. ما نفسكش تبقى زيهم؟ معاك حق يا ماما، ده تلاقي نيلسون مانديلا ده بياخد معاش محترم، اهو الواحد يأمن مستقبله برضك. يبقى تراعي مصالح اهلك وناسك يا ولدي. يا ماما دول فاكرين اني كسبت اللوترية، طلباتهم ما بتخلص. من الفجر يا دياستي، الفجر بلاص غويط بيشفط صاحبه جواه. خلاص انا هكلم لهم البيه المحافظ يصرف لهم معونة الشتاء. يا واد خلي تفكيرك على مجال منصبك، لازم تفكر في الدنيا كلها مش في الكفر بس. نعم، هشيل مسؤولية الدنيا كلاتها على كتافي. وخلي بالك، النجاح هيبقى دولي والفشل برضك هيبقى دولي. عارف يعني ايه ابن الكبير عوالي يفشل دوليا ويتفضح في الدنيا كلتها يا دياستي؟ عارف يا ماما.
ومما ينذر بالخطر أن يظل خمس سكان العالم يعيشون بأقل من $1 في اليوم، وإن حوالي 850 مليون من الناس يبيتون جوعا كل ليلة. يعني ايه الكلام ده يا ضياستي؟ يعني خمس الناس اللي في الكوكب بتاعنا يا بسنت بتنام من غير عشاء. يا اخويا ما حدش بيبات من غير عاش. كدب الأمم المتحدة بقى ودينا في داهية يا بسنت. يوه، تصدق معك حاج، ده انا نسيت اتعاش، اما جم اذبح بطتين نتعشى بيه. خد هنهبل، هو مفيش إحساس بالغلابة؟ أقول لك خمس العالم جعان تقولي لي هقوم أذبح بطتين؟ طب ودول جعانين من ايه يا ضياستي؟ ما هم لازم يبقوا جعانين يا بسنت. إذا كان مجموع ثروات أغنى 20 راجل في العالم 450 مليار، يبقى الباقيين ما يفتقروش إزاي؟ يا اخويا طب وانت هتعمل لهم ايه بس؟ انت حيلتك حاجة تساعد بيها حد؟ لا ما حلتيش، بس أنا خلاص سخنت على المجتمع الدولي، وأنا لما دماغي تسخن على حاجة ما تسيبهاش واصل الا وانت منصور بإذن الله. تعرف يا بسنت، لو المليار فقير اللي في العالم قالوا كلمتهم في وش 20 غني يغلبوهم طبعا. يغلبوهم ايه؟ دول ياكلوهم أكل. وانت هتجمع المليار فقير دول كيف؟ أكيد مش هلمهم في الكفر عندينا، دول كانوا ياكلوا الأخضر واليابس. أنا هجمعهم على النت ونقف في وش الغني وناخد منه وندي للفقير. روح يا اخويا، الهي يوقف لك ولاد الحلال. روح انت حمرنا البطتين واعملي جنبيهم حلة ملوخية من اللي عمالة تخرطي فيهم بقالك 6 أشهر دول. من عينيا يا اخوي. ما تكتريش في الشوربة يا بسن، تضامنا مع إخواننا الفقراء. ما قلت ليش بقى يا ضياستي؟ اف دي اختصار ايه؟ الإف الأولانية اختصار كلمة الفقري، والإف الثانية اختصار كلمة فقري برضك، والأو دي معروفة طبعا اختصار كلمة organization، يبقى اف او يعني الفقري organization. طب وبعدين يا عم ضياستي، انا ظهري وجعني من الاورجانيزيشن دي، انا قاعد هنا من صباحيه ربنا مش عارف انا بعمل ايه. انت يا واد انت خيخه كده ليه؟ عمك ضياستي ما كلفكش بحاجه واحده يعني، ده كل اللي عليك تستقبل ايميلات الناس الفقراء وتسجل اساميهم. الله صحيح احنا جمعنا كم فقير لحد دلوقتي؟ 4 من الصومال و1 من تنزانيا. 5 بس طول اليوم. انت لسه برضه فاكر ان فقراء العالم هيوصلوا لك وانتوا قاعدين على البسين وعمالين تشفطوا في عصاير؟ وما يوصلوش ليه يا باشا فندي؟ علشان هم فقراء يا سيدي. فقير مين ده اللي عنده كمبيوتر ونت عشان يبعت لك ايميل؟ الناس بتعاني من مجاعات يا استاذ ضياستي. ما نبدا من عندنا الاول يا عم ضياستي، الكفر مليان فقراء، عندك انا وعم دسوقي وباشا فندي 3 اهو. دخلنا الاورجانيزيشن بتاعتك بقى. تكونش فاكرها جمعية تعاونية هنصرف لك فيها الزيت والسكر؟ انا بقول لو مش هنقدر نوصل للمليار فقير نوصل اسهل لل20 غني. عداك العيب وروح في 60 ليلة. ده المثل بيقول يا واصلة للفقير يا واصلة للدبة اللي وقعت في البير. واد اصلت معاك نمرة متعاهد المؤتمرات الصحفية يا واد؟ معايا يا عم ضياستي. اتصل لي بيه حالا، قول له يرسلي فراشة مؤتمر دولي ويجيب لي كل الوكالات الأجنبية حالا. أيها العالم النائم على أذنيه اصحى صحصح فوق، لم يعد هناك وقت للشخير العميق، الناس يموتون كل يوم نتيجة الفقر المرقع. المدقع مش الموقع. موقع ايه؟ ما تدقش يا باشا فندي، ما هو اللي بيفتقر بيرقع برضك. ثم إنه طالما كان فيه ناس أغنياء بياكلوا ريش نعام وبيناموا على الكافيار، وفيه مليار غلبان مش لاقيين بق مية حاف، لذلك كان علينا أن نقول لا. حلاوتك يا عم ضياستي يا بتاع الغلابة. وبناء عليه فنحن منظمة
نهدد السادة أغنياء العالم إنهم لو ما شافوا لهم حل وساعدوا المليار غلبان دول إحنا هنقاطعهم. هتقاطعهم ازاي يعني يا سيد دياسطي؟ هو الغني ده هيحس بغناه امتى؟ لما يتفشخر على الفقير طبعا. احنا بقى هنطنشهم ونعمل مش شايفينهم، وهنبعت لكل وسائل الإعلان عشان الناس كلها تقاطع معانا ويبقوا يوروني بقى هيعملوا ايه. اشتروا كل المحطات والجرايد اللي بثت الخبر، واشتروا كمان الميكروفونات اللي انت اتكلمت فيها، واشتروا المنصة اللي كنت واقف عليه. ده كان ناقص يشتروك انت شخصيا. ومين قال لك انهم ما حاولوش؟ غيرش بس الكبيرة عوالي هي اللي مرضيتش تبيع. خلاص بقى يا دياسطي، فضها سيرة يا ولد، انت مش قد الناس دي. والمثل بيقول وقف للقطر وقلب الحضن شالوا القطر على ما أظن. ولو إني مش فاهم المثل بس أنا مش موافقك يا عم تسوقي. الناس دي ما عملتش كده غير من الخوف. والله من الخوف. عم دياسطي، يا عم دياسطي، في واحد أجنبي جاي يسأل عليك. مين ده؟ الشكل ده مش غريب عليا. مساء الفل يا رجال، أنا بيل جيتس. بيل جيتس بتاع الكمبيوترات؟ أيوة. أنا قلت برضك شكله كده بيصلح كمبيوترات بالشنطة اللي معاه دي. بتعرف تسطب ويندوز يا عم؟ يسطب ويندوز؟ ده يفك الويندوز كله ويركبه من جديد. ده هو اللي عمله يا طور. اللي واقف قدامك ده واحد من 20 الأغنياء ياهم. أنت دياسطي؟ هو كيف أجنبي وبيتكلم عربي؟ الجهاز الصغير ده يا عم الحاج يخليني أتكلم إنجليزي عادي وهو يترجم لك على طول. طب اتفضل جنابك، ما صحش تفضل واقف كده. حاجة ساقعة هذا اصلت بسرعة. حاضر يا عم دياسطي. ملوش لزوم التعب يا دياسطي، أنا جاي أقول لك كلمتين وماشي. قول يا باشا. أنا كل ودان صاغية. أنا وزمايلي الأغنياء سمعنا عن حملتك وناويين نتبرع بجزء من ثرواتنا عشان ايه التوبة اللي نزلت عليكم مرة واحدة دي؟ احنا هنديكم مساعدات كتير توزعوها على الغلاب. يا ما انت كريم يا رب. بس هنديكم تبرعات عينية، هتاخدوا سلع من مصانع. اشمعنى يعني؟ اهو نبقى اتبرعنا وفي نفس الوقت نعمل دعاية لشغلنا برضو. قلتوا ايه؟ موافقين يا باشا، موافقين. هي دي عايزة كلام. اي خدمة يا دياسطي. العربيات عندك اهي مليانة بضايع ومساعدات، وزعها بقى انت بمعرفتك. انا مش عارف اشكرك كيف يا باشا. تشكرني بانك تلغي بقى حكاية FFO دي. انتهت يا باشا، انا اعلنت نهايتها خلاص. هاي يلا فوتكوا بعد. الله يعافيك يا امير يا ابن الامراء. يلا صليط افتح الصناديق وورينا. اهدى يا ناس. ده ويه يا عم تسوقي؟ وايه ده يا عم دياسطي؟ ده لابتوب وده بلاي ستيشن. الله الله، هتودي للناس اللي في المجاعات وبلاي ستيشن؟ الظاهر احنا نضحك علينا يا جماعة. ليه يا عم دياسطي؟ هما يعني الفقراء ما لهمش نفس يلعبوا؟ بس احنا نبيع الحاجات دي وندي الفلوس للفقراء. ما ينفعش يا عم تسوقي، دي مكتوب عليها تبرعات مجانية للفقراء، يحظر بيعها. معلش بقى يا عم دياسطي، انت برضك كانت نيتك حسنة. ظاهر الدنيا دي حالها مش هيتعدل ابدا. قال على رأي المثل يا ظابط ميزان الكون يا مدخل التيشيرت في البنطلون. وكل يوم من ده مقالب والطبع في الاخر غالب، بس انت واقفه له على الهيفه مش طايقه روبي ولا هيفه، بس انت واقفه له على الهيفه. إذا ما بدكم شي بدي نام. يا جماعة أنا متأكد إني شفت الواد الممثل ده قبل كده. ده كان بيجي في الكاميرا الخفية أو مع طارق علام في برنامج دهب دهب دهب. يو بقى انت مش عارف مين ده يا دياسطي؟
ده اسم النبي حرس وصينه، سي مهند، سي مهند بتاع نور. هو مش مات في الحلقة الأخرانية؟ جابوه تاني منين؟ يا واد دي تمثيلية غير التمثيلية التانية، ودي لسه الحلقة الأولانية. يا دي النيلة، يعني قدامنا 3-4 سنين على ما يموت تاني ونخلص. انت ايش فاهمك انت في الدراما المجتمعية يا حزين؟ ايوه صح، دي حاجة ما يفهمهاش غير مرهفين الأحاسيس زيني كده وحماتي. ايه طيب يا أختي، ربنا يديم الأحاسيس. ناوليني شوية كاجو من اللي عمالة تسف فيهم دول. اهدى، البيت بيرقص كده ليه؟ يا ساتر يا رب، فيه ايه؟ ده باين له زلزال. الله، البيت بيتفرفط حتت. اجري يا بسان، اهرب يا ماما بسرعة يا واد، منك ليه على مخرج الطوارئ. رايحة فين يا حماد؟ هلم سلاحي واجيب البوك وحصلكم. استر يا رب. وبعدها لك يا باسطي، ما تفكها شوية امال يا ولدي. بيت الكبيرة قديم قوي ومن زمان وهو قايل للسقوط. كويس انه ما قايلش فوق راسكم انتم. هو صحيح البيت موجعش يا عم تسوقي، بس الكبيرة ما عادش ينفع تقعد فيه تاني، وده معناه انها هتقعد عندي في البيت لأبد الآبدين. وفيها ايه يا اخي لما مامتك تيجي تقعد معاك؟ الله، الراجل ما بقاش مستحمل امه يا جدعان. هي الدنيا جوه فيها ايه؟ اي والله يا باشا افندي، القطه كانت كلابها يا رجاله. قطة ايه وكلاب ايه يا جاموس انت؟ ما هو لو مامهاتكم زي الكبيرة كنت عرفتوا اساس المشكلة فين. قول لنا انت يا اخويا. اقول لك، من كام يوم كنت نايم في امان الله. واد يا دياسطي، خلي بالك من صندوق الجنابل دي على ما اروح اجيب البنادق واجي. حاضر يا ماما. قنابل؟ يا سنة ساخة. يا نهار مش فايت، انت بتنام والكنابل تحت راسك يا عم دياسطي؟ ده انت تلاقيك بتنام تحلم برامبو وجاكي شان. القنابل والسلاح مقدور عليهم، ولو ان واحد سفير نوايا حسنة زي لو اتعرف عنه حاجة زي كده هيروح في داهية. بس المشكلة الكبيرة بقى في بسنت. طب دي الست بسنت دي أميرة وطيبة وبتحب الكبيرة قوي. ما انا برضو بحب الاسودة والنمورة يا عم تسوقي، بس ما ينفعش اعيش معاهم في قفص واحد. يعني عندك مثلا اول امبارح. بيت يا بسنت، قوم يا بيت اما اشيك على الايميل بتاعي. استنى اما اخلص الفرم فيلا يا كبير، هعزج الدورة واسبخ للطماطم وجوه. انت بتحسني يا بيت، بقول لك قومي. طب بس استني 5. اهداه، الكبيرة تستناك انتي. يا لهوي. معلش يا عم دياسطي، قطعت قلبنا والله. ابقى ادخل على النت من البلاك بيري بتاعك. يا حول الله يا رب، ده المثل بيقول يا هم تعالالي، ده نم اسمها عوالي. بس يا عم تسوقي لا تسمعك تطين عيشتنا. لا اذا كان كده بقى يبقى لازم ترجع الكبيرة بيتها. ارجعها كيف بس؟ والبيت ممكن يوقع في اي لحظة. احنا ناخد مسمارين وشاكوش ونطلع على البيت نصلحه. مسمارين؟ بقى دوار يسد عين الشمس، هنصلح بمسمارين؟ ده عايز له مقاول يهد ويبنيه من جديد. يا اخويا ما تهد وتبني، هو انت فقير؟ منين بس يا باشا افندي، ما هو على يدك. العملية ناشفة من ساعة ما تعينت سفير الأونطة الحسنة. طب والعمل يا عم دياسطي؟ لازم الاقي لها حل، لازم. بس لقيت. والله يا بيل جيتس يا اخويا، انا مش عارف اشكرك كيف على الموبايل الجديد ده. انا بتكلم فيه صوت وصورة ولا البث المباشر تبع الفضائيات. طبعا دي احدث حاجة طلعت عندنا، قلت ابعت لك نسخة تجريبية. المهم خش في الموضوع. ايوه بقى، انا سمعت انه منظمة اليونسكو بتعمل ترميمات لمباني كتير. تفتكر اقدر اقنعهم ينكسوا بيت الكبيرة؟ ايوه، بس دول بيرمموا الاثار بس، يعني لازم يكون المبنى فيه شيء نادر. لا مش جهة دي، اطمن. البيت ده مبني من اندر انواع الجلة الزرايبي. زرايبي؟
طيب والمهندس اللي بناه مشهور؟ إلا مشهور، ده الباشمهندس زعبولة بخيمر ده أشهر بنا في الجهة كلها. في فرق كبير بين اليونسكو وبين الجمعية الزراعية. دول ما بيرمموش حاجة غير لما يتأكدوا إن فيها شيء مميز فعلا. وفيه إيه ميزة أكتر من إنه البيت اللي الضياست سمير اتولد وترعرع وعاش طفولته فيه؟ لا، الشويتين دول تعملهم على أصحابك في الخص ساعة العصاري، مش على اليونسكو يا ريس. ده أنت طلعت مدقدق بقى. بالمناسبة ما تنساش تبعتلي قسط الموبايل، انت عليك شيكات. يا سيدي مش ناسي، خليني بس اشوف موضوع اليونسكو ده، لو تم على خير يبقى ليك القسط والحلاوة وفوقيهم بوسة كمان. في البداية أحب أرحب ببهجت بيه وبالسادة مراسلين القنوات الأجنبية والفضائيات العربية اللي جم عشان يسجلوا اللحظة التاريخية دي. خلص يا ضياستي وقول لقيت ايه تحت بيتي الكبيرة، انا ورايا مشاغل. حاضر حاضر. زمان وانا صغير كنت بموت في البوزو، بس الكبيرة كانت منعاها عني. وما هو البوزو يا سيد أستي؟ دي مقرمشات كانت موجودة زمان في التسعينات بس انقرضت دلوقتي. اللهم طولك يا روح. قوم انا كنت بجيبه من وراها وافحت له وادفنه واطلعه اجزجز فيه لما تنام. من كام يوم هف عليا وحشني قرمشته، افتكرت اني كنت دافن كيس ونسيه، قلت اجي افحت واجيبه. بقى انت يا ضياستي جايبنا هنا علشان تعلن عن اكتشاف اخر كيس بوزو في التاريخ؟ لا يا بهجت بيه، صبرك عليا. أنا يا جماعة اكتشفت تماثيل فرعونية من عصر مجهول الهوية. بص يا أخواني، ده تمثال لفرعون قديم بس هو تخين شوية ومكتوب اسمه بالهيروغليفي الفرعون صي ليط الثاني. لا 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 لا، ده مش ممكن، ده بجد ده ولا ايه؟ وديه مسلة مدون عليها درس عربي كان بيشرحه المعلم غو باشي لعم الكاهن دي سوكي. ده اكتشاف هايل. احنا لازم نهد البيت ونكمل حفر، اكيد هنلاقي معبد فرعوني تحت. لا نهد ايه بس يا باشا، الاثارات مش تحت وبس، الجدران دي عليها محارة من العهد المملوكي، والبركيه ده تحتيه ألغام من أيام الإنجليز. لا، إذا كان كده بقى أنا هكلم اليونسكو فورا عشان ييجوا يرمموا البيت ويبقى مزار سياحي عالمي. بقى يا واد تلاقي كنز تحت بيتي تروح تجيب الأجانب ياخدوه. والله يا ماما هم اللي جم لوحدهم. أنا شايفاك على البيبي إن وأنت بتقول أنا اللي لقيت الأثارات. طب وأنت هتعمل بيهم إيه يا ماما؟ هتفتحي بيهم متحف؟ أنت ما تعرفش الأثارات دي تمنها كام يا موقوس؟ الأثارات دي مش بتاعتنا، دي ملك الإنسانية كلاتها. اسمع يا واد، انت تروح تجيب الأثارات دي حالا في شوال وتشيلهم في الأوضة اللي تحت السلم. لا يا حاج عوالي، مش الضياست سمير اللي يعمل كده. انت هتروح ولا طخك في مكانك؟ تطخيني؟ لا، حس كده بقى اقول لك على الحقيقة يا كبيرة، بصراحة كده دي لا أثارات ولا ديولو. يا واجعتك المطينة، امال جبت التماثيل دي منين؟ دي تماثيل عم تسوقي وصليته غباشة فندي، بعدت عملتهم في خان الخليلي عشان اخلي اليونسكو ياجوا ينكسوا البيت. يا مرك يا عوالي، وهي الحكاية دي هتخيل عليهم يا واد؟ ده اكيد هيفحصوها حتة حتة بالليزر ويعرفوا الحقيقة. وانت تعرف الكلام ده منين؟ الصعيد مليان اثارات ياما، وكل يوم يقولوا فلان لقى كنز، فلان لقى مقبرة، ويوم ما لقى انا كمان اثارات تطلع متزورة وابن العبيط هو اللي مزورها. سماح والنبي يا كبيرة. واد يا ضياستي، اجري بسرعة يا واد، شوف لك صرفة في المصيبة دي قبل ما تنفضح في الجهة. اعمل ايه بس يا ماما؟ اتصرف لحسن 3 بالله العظيم، لو ما لحقتش الجرسة دي قبل ما تتم هتخك انت ومرتك واصحابك. فاهم يا واد؟ فاهم يا ماما.
وبعدها لك يا باسطي. ما تهدى كده امال عشان نشوف صرفة. صرفة في ايه ولا في ايه يا عم تسوقي؟ في اليونسكو اللي هيكتشفوا الموضوع ويسلحوني من منصب السفير، ولا في الحج عوالي اللي هتطخني لو ما لحقتهمش وهتطخني تاني لو ما رممتش البيت؟ هتتطخ مرتين كيف يا عم دياسطي؟ هتموتك الاول وبعدين تعورك؟ ابوس ايدك تسكت يا سليط، خليني اعرف افكر. سلام عليكم. بهجت بيه، والله يا باشا انا ما كنت اقصد اعمل كل ده، هي وزة شيطان ومش هتتكرر تاني. انا مش بهجت، انا نشأة اخوه يا ضياستي. نشأة افندي، يبقى اكيد المصيبة حصلت وجاي تبلغها لي. هي صحيح المصيبة حصلت، بس للأسف فيه خبر حلو. طب قول المصيبة الأول والنبي يا نشأة أفندي، أصل أنا بحب المصايب قوي. الأستاذ ضياستي طلع كذاب، والتحاليل أثبتت إن التماثيل طلعت مزورة. رحت في داهية يا ضياستي. طب الخبر الحين. مفتش آثار اليونسكو بقى وهو معدي جنب البيت اتكعبل في حتة حديد، أتاريها إيد لباب سرداب طويل موصل على مقبرة أثرية كبيرة. انت بتتكلم بجد يا نشأة أفندي؟ أيوة بجد يا محظوظ، ابسط يا سيدي، هيطنشوا بقى على موضوع التزوير ده. يا ما انت كريم يا رب. طب والبيت يا نشأة أفندي هيعملوا فيه ايه؟ اليونسكو قرر يشيل البيت كله عشان يعرفوا يدوروا على المقبرة. يشيلوه كيف؟ دي كانت الكبيرة تطير رقبتي. ما تخافش قوي كده، دول هيفكوه حتة حتة ويركبوه في مكان تاني زي معبد أبو سمبل كده بالظبط. قال على رأي المثل، اللي ما حدهوش قرد يشقلبه يفكوا البيت ويركبه. طب انت بتضربيني ليه دلوقتي يا ماما؟ طيرت مننا الكنز يا خايب. الحق عليا اني كنت عايز ارمم لك البيت يا كبيرة. ترممهولي من صدقة الأجانب يا حلت أمك؟ بتشحت عليا يا واد. أنا آسف يا ماما. ويا ريتك رممته بالشحاتة وبس، دول نقلوه من مطرحه وشقلبوا كيانه، بقت الشمس بتطلع من الغرب ومنشر الغسيل بقى في بير السلم، داني هقطعك حتت. لا والنبي يا كبيرة حرمت. انت كمان بتقولي لا؟ وفيها ايه بس لما اقول لا؟ مغباش افندي قال لا. عم تسوقي بيقول لا. سليط العجلي قال لا بس انت قالت لا. مهند قال لا. وكل يوم من ده مقالب، والطبع في الاخر غالب، بس انت واقفه له على هيفه، مش طايقه روبي ولا هي. وفيها ايه يعني يا عم تسوق اما اشتري موتوسيكل؟ يا واد موتوسيكل ايه؟ هو انت ناقص نكايب؟ ده انتوا بيتكم مليان حمير. حلوة يا عم تسوقي، قلبتهم مليان حمير قال. باي انا ما اقصدش حاجه عفشه يعني يا باشا افندي. طب وانت هتجيب فلوسه منين يا صليح؟ هاخد قرض من البنك يا عم تسوقي وقسطه على 31 شهر. هو البنك بتاعنا بقى بيقسط موتوسيكلات؟ ما صحيح، هم يبكي وهم يضحك. ايه يا استاذ ضياس، مالك محبط كده ليه؟ الله، هو في اخبار جديده عن الازمه الاقتصاديه؟ طبعا ما انتوا لا حاسين بحاجه ولا فاهمين حاجه، ده الخبر مال الجرايد يا ناس اهو. استقالة المندوب الأقليمي للبنك الدولي فرع أفريقيا. ده تلاقيه ساب أفريقيا عشان جاله عقد عمل في بنك في الخليج. خليج ايه بس يا عم تسوقي، ده البنك الدولي ده بتاع الأمم المتحدة، مش زي البنوك العادية. مش قايلين استقال ليه يا أستاذ ضياستي؟ بيقول لك يا سيدي استقالة السيد مندوب البنك بعد رفض الأمم المتحدة زيادة 1,000,000 يورو على راتبه كبدل انتقالات وسهر. ما هو لازم العالم يحصل فيه أزمة اقتصادية بعد اللي سمعناه ده. ألو، أهلا يا بهجت باشا، حاجة ضروري؟ خلاص مسافة السكة أكون عند جنابك.
طبعا انت سمعت خبر استقالة مندوب البنك الدولي في افريقيا. ايوه يا باشا، وفي الحقيقة انا رأيي انا ما طلبتش رأيك يا ضياستي، انا بعتلك علشان ابلغك ان المنظمة اختارتك انت عشان تحل محله وتبقى مندوب البنك الدولي في افريقيا. ها؟ الو، فين؟ قصدي متى؟ قصدي كيف؟ انا عارف انك مش مصدق نفسك. انا كنت فاكرهم عايزين اي حد يمسكوه المنصب عشان يعني يقولوا للراجل اللي استقال ان احنا نقدر نجيب اي حد من الشارع يمسك مكانك ولا يهمنا، بيسترخصوا يعني. اي حد من الشارع؟ الله يحفظ مقامك يا بيه. لكن اتضح يا سيدي ان هم بيخططوا لحاجة تانية خالص. هم لاحظوا ان سمعة البنك في افريقيا مش قد كده يعني. هو البنك ده طول عمره كده من ايام عبد الحليم حافظ لما قال راح على البنك اللي بيساعد ويدي، قال لهم مالكمش حاجة عندي. وعشان كده يا عم العندليب هم عايزين حد سمعته كويسة في أفريقيا علشان يمسك المنصب ده. قاموا طبعا ما لقوش أحسن مني. خلاصة الكلام المنصب ده مش سهل يا ضياستي، ومحدش هيلومك لو رفضت. أرفض؟ لا لا يا باشا، مش أنا اللي أهرب من المسؤولية الدولية. لا، سعادتك بلغ القيادة إن الضياستي سمير بيدحرج التماسي وبيلبي الندى وجاهز لخدمة القارة السمراء. مبروك يا عم دياستي. مبروك يا مبروك يا استاذ مبروك يا ولدي. يعني خلاص هتسيبني يا عم دياستي وتروح تقعد في افريقيا؟ لا يا أصليك، أنا ما أقدرش أسيبكم واصل. أنا هدور شغل البنك وأنا وسطيكم هنا. بس يا استاذ دياستي ما تاخذنيش يعني، انت ما رحتش في حياتك غير بنك القرية، وكنت بتروح اساسا علشان تشرب شاي مع الواد فرغالي الغفير قريبك اللي شغال هناك. ده انت عمرك ما درست اقتصاد ولا تعرف حاجة في افريقيا غير ماتشات المنتخب. يا باشا فندي، العالم ما عادش ماشي بالشهادات. يا جرى يا باشا افندي، ما تسيبنا نفرح بالراجل امال. عم دياستي ده مفخرتنا كلنا. دق يا مزيكا. شهدت معظم البلاد الإفريقية يوم أمس احتفالات كبيرة بمناسبة تولي الضياستي سمير منصب مندوب البنك الدولي في إفريقيا. يا حلاوي، بص يا دياستي بوس، جايبين جرد وملبسينه طاقية زي بتاعتك. امال انت فاكره ايه يا بنت؟ الجماعه الافارقه دول طيبين وولاد حلال وبيموتوا في حاجه اسمها ضياستي. بس تصدق الجرد فيه شبه منك قوي؟ ايه صح، والجردة اللي جنبه دي شبه قوي يا بسنت. وامه الجردة الكبيرة هي شبهها. لا، عندك يا بسنت كله اللي دي، ما توديناش في داهية. يا سنة سوخة يا أولاد، كل دي ديون على القارة الإفريقية. 24 مليار يورو هناك، و200 مليون دولار هناك، و16 مليار بن زلباني. ايه البن الزلباني دي؟ الين الياباني. با ايه يا ضياستي، بقالك اسبوع مختفي كده زي الزحلفة في بيتها الشتوي. اقعد يا عم تسوقي، اقعد شوف المصايب اللي حطت على راسي. ايه خير يا ولدي؟ ايه الورق ده كله؟ اللي عايز قروض واللي عليه ديون مش عارف يسددها. قال على رأي المثل كله هات هات، مفيش خد يا شحات. طب ابيع دهب بسنت تاني ولا ابيع حتة الارض ال6 متر اللي قدام الباب عشان اسلفهم؟ ولا ده اصلي انت بتكلم نفسك. في ايه بس يا عم تسوقي؟ ما تسيبنا فكر شوية. انت ايه اللي جابك من غير ميعاد سابق اصلا؟ يعني انا كنت جاي كده قصدك تفتح لي دفتر توفير بال40 جنيه دول في البنك بتاعكم. 40 جنيه؟ لا، دول تفتح بيهم دفتر في البوسطة. طيب ما تشتري لي بيهم شهادتين المستثمر الصغير. صغير ايه يا عم تسوق؟ انت كبرت على الحاجات دي.
انت كبيرك تدخل بيهم جمعية ام سامية وتقبضها الاول. جمعية؟ ايوه جمعية. وليه لا؟ انا كنت متأكد ان الاقتصاد ده اختراع مصري اساسا. بسم الله وعلى بركة الله نفتتح الجلسة الأولى لجمعية أم سامية للدول النامية. واحد يسألني ويقول لي يا دكتور دياسطي يعني ايه جمعية؟ أقول له يا سيدي الجمعية دي زي ما تقول يعني صندوق بيحط فيه كل دولة قرشين، وكل شهر بنقبضها لدولة منينا، وبكده لا نحتاج قروض ولا ديولو. ودياسطي بيه بيقترح ان احنا نفتح الجمعية على $1 مليار. اظن ده مبلغ معقول يعني. لم الجمعية يا باشا فندي. شخشخ جيبك يا أستاذ، حط قش النهاردة ينفع لبكرة. اكتب عندك يا سيدي، جمهورية الكونغو داخلة بنفر. 1 كونغو $1 مليار. جزر القمر هيلموا من كل جزيرة مبلغ ويدخلوا بنفر. جزر القمر $1 مليار. جنوب أفريقيا داخلة بنفرين. هو ينفع يا دياسطي؟ ايوه ينفع، هنقبضهم على شهرين. معذور، هتعرف الكلام ده منين؟ وعلى كده مصر داخلة الجمعية دي؟ عيب يا باشا، طبعا داخلاها وهتقبضها الأول كمان. ايه يا دياسطي، اخبار الجمعية ايه؟ عالي العالي عم تسوقي. بوركينا فاسو قبضت الشهر ده وعملت مصنع عربيات، وناويين ينتجوا عربية يسموها فاسو F1، وبكرة يعملوا F2 F3، ويفضلوا يقففوا لحد ما يملوا العالم عربيات. طب احنا مش كنا هنقبض الجمعية الأول؟ ايوه، ما احنا قبضناها وحطيناها في مشروع كوبري يربط الساحل الشمالي بشرم الشيخ. هو لازم يعني كوبري؟ ما كان كفاية معدية. انت اخر مرة صيفت فين يا سليط؟ في الرياح التوفيقي. انا قلت كده برضك، افتح لنا بقى التلفزيون نشوف ايه الاخبار. هذا وقد أعلن اتحاد الوحوش الاقتصادية العالمي الذي يضم أغنى دول العالم عن غضبهم واستيائهم الشديد من تصرفات مندوب البنك فرع إفريقيا، اللي هو أنا يعني واتهموه بالتحيز لأبناء قارته وتناسي قضاياهم المتعلقة بسداد مديونياتهم المتأخرة لدى البنك ولدى الدول والمنظمات الأخرى. معناته إيه الكلام ده؟ الكبار زعلوا مني؟ ولا يهمك يا دياسطي، اثبت وخليك مع الغلاب، اثبت. ايوه ما قلناش حاجة، بس اصل يعني الناس دي برضك ليها كلمة وممكن يطيروني في اي لحظة. اهو ده بقى اللي انا كنت خايف منه. هتيجي على اهل قارتك علشان ترضي الكبار، وهم يعني الناس غلطانين عشان بيسلفوا غيرهم. فين أمثالك الشعبية يا عم تسوقي؟ صحيح، بيقول لك السلف تلف ومندوب البنك اتبلف. اتبلف؟ ماشي يا عم تسوقي، بس لعلمك الناس دي ليها حق في مديونياتهم وأنا لازم أديهولهم. عم دياسطي، عايزك في كلمة على جنب. خير أصليت فيه ايه؟ أنا عارف يا عم دياسطي إن الفلوس مزنجة معاك في البنك اليومين دول. امسك، ده مفتاح الجرار بتاعي، بيعه وفك مديونيتك للناس دي. لا، الجرار ده تاخده وتروح للزخانة تشتري لي قرصين مهدئ، يمكن تلحقني قبل ما اشنق نفسي في صقرة اللبخ دي. حاضر يا عم دياسطي. ماشي يا عالم، بكرة تشوفوا الدياسطي هيعمل ايه. ايه اللي انت هببته ده يا دياسطي؟ خير يا باشا، انا عملت ايه غلط؟ رايح للدول الكبيرة تقول لهم خدوا بفلوسكم اللي مدينين بيها افريقيا بضاعة من اللي بتنتجوها. طب ودي فيها ايه سعادتك؟ فيها ايه ازاي يا راجل؟ دي مش شركة توظيف اموال يا حبيبي. الدول الغنية دي لما تاخد البضائع الافريقية فكرك يعني هينزلوها اسواقهم؟ وما ينزلوهاش ليه سعادتك؟ علشان لو نزلوها هيقطعوا على بضايعهم هم.
يعني هياخدوها يعدموها؟ والأفارقة يبصوا يلاقوا مديونياتهم بتزيد، يقوموا يستلفوا تاني من الدول دي سلفيات أكتر من اللي كانت موجودة. يعني جيت تحسن سمعة البنك في أفريقيا طينتها أكتر. يا سنة سخة. طب وبعدين يا بيه؟ ده أنا لسه امبارح مجتمع مع مندوبين الدول على عشاء عمل عند أبو سمير وموقعين الاتفاقيات. لحسن حظك إدارة البنك خدت خبر واتصرفت في آخر لحظة. اتصرفت كيف؟ كلمت جميع الدول وبلغتهم بانسحاب البنك من الاتفاقية قبل ما تعلن رسميا. اخس، بس هي الإدارة خدت خبر منين؟ هاي حرمت يا ماما. احمد ربنا ان اصحابك جم قالولي على نيتك السودة وكلمت إدارة البنك ولحقتك على آخر لحظة. بتفتن عليا يا عم تسوق انت وصلت، كله منك انت يا غباش افندي. انت اللي طماع يا طماع. قال على رأي المثل اللي تفتكره منديل يطلع بوش. من بكرة تقدم استقالتك يا واد، فاهم؟ وهكتبها كيف دي يا ماما وانا متعلق كده؟ ما تردش عليا يا ضياستي. اي حاضر يا ماما. انت مالكش صالح بالبنوك تاني ولا حتى بنك الحظ، فاهم؟ اي حرمت يا ماما، حرمت يا ماما. نبقى نعوضها بقى في اليونسكو. يا يونسكو. وكل يوم من ده مقالب والطبع في الاخر غالب، بس انت واقفه له على هيفه مش طايقه روبي ولا هيفه، بس انت واقفه له على الهيفه. بلاد العرب خربان، من فلسطين للبنان ومن عراق إلى يمن إلى صومال. وحسب المعلومات فإن جنسيات أفراد المجموعة منها مصرية وأردنية ولبنانية وجزائرية وعراقية. وما زال النزاع قائما بين شمالي السودان وجنوبه وشمال العراق وجنوبه وشمال لبنان وجنوبه. أباي كل دي خلافات عرب في عرب، ما تشوفوا لنا خناقة أوروبي ولا أمريكاوي؟ ولا أقول لك اقفل التلفزيون ده هذا صليت، اقفله شغل لنا الراديو أحسن. حاضر يا عم دياسطي. وبذلك تكون قد فشلت محاولة أخرى للصلح بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة. صوت العرب من القاهرة. تستمعون الآن سيداتي وسادتي إلى نشيد أمجاد يا عرب أمجاد. الله، هم العرب خلصوا اللي وراهم واللي قدامهم وقعدوا لبعض نقي ونقي ولا ايه؟ معلش يا غباش افندي، ده المثل بيقول مصارين البطن بتتعارك واللي تعطل منه يكارك. دي حاجة ما نسكتش عليها عم تسوقي، ده احنا بنعارك في بعض اكتر ما الغرب بيعاركوا فينا. واحنا بنعارك في بعض ليه بس؟ انا فهمك، زي ما يكون انت وعمك دسوقي وعمك دياسطي مش شاركين في الخص، وكل واحد فيكم خد حتة منه وقال ماليش دعوة بغير، تقوموا تتخانقوا بدل ما كنتم متحدين في خص واحد. احنا نتخانق مع عم دياسطي؟ ده حبيبنا ونديله حقنا في الخص وبنفس راضية كمان. يا سلام يا اخويا، طب كنت احترمني يا واد شوية وقول نديه لعم تسوقي كبرنا. يا سلام سلم، طب ما هو ما جابش سيرتي ولا عبرني اصلا مع اني ساعدتي اللي بفهمه. وبعدين بقى انا كده ما بقيتش فاهم حاجة. وهو ده اصليت يا حبيبي الخلاف العربي، خناقات في خناقات ومحدش فاهم حاجة. وانت يا اخويا سافرنا ويا حسنة على الفاضي، اعمل لك بس حسنة واحدة وصلح بين الناس وبعضها. الخلاف ده مش عايز نية حسنة، ده عايز عربية نوايا حسنة بحالها تنقلب في بحر العرب ويشربوا منيها عشان المشاكل دي تخلص. بقول لكم ايه، انا مروح احسن نسيت الموبايل بتاعي في البيت، وبس انت تلاقيها دلوقتي نازلة لعب في المسجات. الله، انت مش قلت انك عايز تنام يا ضياستي؟ ايه اللي مصحيك بقى لحد دلوقتي؟ ما انا هنام اهو، بس اعمل تشيك اب على الموبايل. ايه تشيك اب دي يا اخوي؟ هو انت جبت لعبة تانية غير لعبة الحنش؟ حنش لما يلوشك يا بت. تشيك اب ده يعني براجع على الارقام اللي اتصلت بيه.
ايه ده فيه برايفت نمبر. لا يا اخوي، اللي اتكلم قال ان اسمه حكمت مش برايفت. حكمت؟ ويطلع مين حكمت ده كمان؟ بيقول انه اخو نشأة افندي. ايه اللخبطه دي بقى؟ افتكر كويس يا بسنت، يكونش قصدك بهجت باشا اخو نشأة افندي؟ لا، ما هو انا كنت فاكره زيك كده في الاول، بس هو اكد لي ان اسمه حكمت مش بهجت. يا دي الليله الكوبيه، ودي عايز مني ايه ده اخر؟ ما قالش، هو قال لي ابلغك انه هيعدي عليك بكره في المكتب عشان يتحدث معاك في موضوع مهم. ابا، هي العيله دي ما وراهاش غيري ولا ايه؟ حكمة رأفت مفوض الهيئة التنفيذية لجامعة الدول العربية. يا اهلا وسهلا يا باشا، الكفر نور. منور باصحابه يا سيدي. لا مؤاخذة يعني يا باشا، حكم ما كنتش اعرف ان نشأة افندي وبهجت باشا ليهم اخ تالت ورابع وخامس. عندك مثلا حشمة اخونا الوسطاني موظف في وزارة الخارجية، وعفت اللي بعد منه موظف في المخابرات. اما بقى جودة اخونا الكبير فموظف في وكالة الطاقة الذرية. كل دول؟ ده في 9 تانيين لسه ما ظهروش غير بابا رأفت وماما همت. وانتوا بالصلاة على النبي كده كلكم مستوظفين؟ احنا طول عمرنا عيلة حكومية جدا، من ايام جدنا الكبير شوكت بيك اللي كان رئيس ديوان الباب العالي في عهد محمد علي باشا. ده انتوا وارثين الميري مع خلاخيل جدتكم بقى. المهم، احنا لما سمعنا عن الشغل الهايل اللي انت عامله في المنظمة الدولية قلنا بقى جحا اولى بلحم طوره. الله يحفظك يا باشا ويكرم اصلك. عشان كده يا داستي انا زكيتك عندنا في جامعة الدول علشان تقوم بمهمة قومية مستعجلة. انا بتاع القوم السريع، امرني يا باشا. عايزينك تشكل لجنة استثنائية تكون مسؤولة عن تقديم مشروع لرأب الصدع بين الاشقاء والبحث عن صيغ تفاعلية لتدعيم اواصر العمل العربي المشترك. فهمت حاجة؟ واه، أنا لممكن النهاردة يا أخوانا بصفتكم أعضاء اللجنة المسؤولة عن المشروع اللي هيطور جامعة الدول العربية. يعني أنا دلوقتي عم جاست زي العساكر اللي بتوقف في اللجنة؟ عساكر إيه هذا يا أهبل أنت؟ دوكها يا صليط اسمه كمين، إنما اللجنة دي حاجة تانية. ما هو أنا لما أوزع عليكم المهام هتفهموا. اتفضل يا أستاذ غباشي، ده تكليفك ومهمتك في اللجنة. ايه دي؟ انت مش مدرس لغة عربية؟ اي نعم. خلاص، انت من النهاردة هتبقى همزة الوصل اللي هتوصل بين البلاد العربية وبعضها. ازاي يعني؟ انا مهمتي ابلغك بالتكليف وانت تتصرف. هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه يا واد يا غباش افندي؟ هتعمل ايه؟ انا اقول لك، احنا نعمم اللغة العربية. لغة ايه دي اللي هنعممها يا جدع انت؟ ما هي متعممة من زمان. انت شايفنا بنلطر لوندي؟ انا قصدي اللغة العربية الفصحى. لو كل البلاد العربية اتكلمت بالفصحى يبقى احنا كده وحدنا لسان العرب. حلاوتك يا باشا فندي، اهو ده الكلام ولا بلاش؟ الدور على مين في جدول الاعمال؟ ايوه انا ده اصلا. امسك يا عم تسوقي، انت برضك راجل خبرة وحضرت كل الازمات الاقليمية، وبعدين انت بالذات حاربت في ياجي 17 حرب عربية. ايه ده اصلا؟ زي ما انت شايف مهمتك انك تجرب وجهات النظر بين الدول العربية. كيف؟ ما تسألنيش. وده عايز سؤال؟ احنا نشيل المتاريس والحدود اللي بناتنا وبنات بعضينا وساعتها البعيد هيجرب. يا سلام عليك انت يا عم تسوق يا رايد، طول عمري اقول عليك رجل الميدان، وساعات بتبقى رجل المستحيل. طب وانا يا عم جاستي عايز ايه يا جالوس الطين انت؟ انا هفضل قاعد كده ولا اعملش حاجه؟ الصراحه انا فكرت اعمل بيك اي حاجه بس ما عرفتش اعمل بيك ايه. قول لي هذا صليب، انت ايه اكتر حاجه بتحب تعملها؟ بحب اتفرج على مسلسل رأفت الهجان قوي. يبقى خلاص طاهت ولقيناها. انا هعينك خبير استراتيجي لشؤون الصراع العربي الاسرائيلي. طب وانا هعمل ايه بقى يا ضياستي؟ انت هتبقي مسؤولة مع بقية النسوان العرب عن تحريك الرأي العام في الشارع العربي، تطبيقا لنظرية اقرب طريق لعقل الراجل
معدته. وقد كان يا كرام أن صارت السوق العربية في كل مكان، والناس بقت ماشية في الشوارع آخر انسجام. عم دسوقي سافر من غير تأشيرة على تونس ومراكش وعمان، والست عوالي طلعت على السعودية والجزائر ونزلت على السودان. أما بقى صليت الغلبان، انت يا جدع انت بتضحك علي، انا مش هسيبك. في ايه يا ده صليت عامل غاغة ليه؟ هو كمني جدع عربي وطيب تقوم تفتح جعورتك عليه؟ يا عايز استكردني يا عم دياسطي. يا لم لسانك وبطل أباحة، كده هتبوظ العلاقات بيننا وبين اخواننا العرب. يرضيك اديله 10 جنيه واقول له هات الباقي، يقوم مناولني فلوس ملونه زي فلوس بنك الحظ، وقال ايه عايز ناخدها منه بالعافيه. يا واد الفلوس سليمه، هي عملتهم شكلها كده. انت كمان هتحميله يا عم دياسطي؟ لا ده انا مصحصح له قوي، انا هوريك. ارجع يا تصليط، ارجع اكل ناسك، ارجع. بعد المصيبة اللي حصلت في السوق دي كان لازم نلاقي حل لموضوع البيع والشراء. أنا فكرت كتير وبعد بحث وتمحيص ما لقيتش غير حل واحد بس مالوش تاني. الحاجنا به يا ضياستي، احنا في عرضك. لازم يا عم تسوقي يبقى لينا عملة عربية مشتركة تمشي في كل البلاد العربية من المحيط لمتغمر. قصدك يعني تعمل يورو زي اللي موجود في أوروبا؟ أهو كده بالظبط يا باشا فندي. أنا ظبطت عملة جديدة وهطلقها في سوق المال اليومين الجايين، سميتها العورو. وتطلع ايه العورو دي كمان؟ دي العملة العربية المشتركة اللي هتعر من ايد لايد يا عم تسوقي زي الفريرة. والعورو ده هيبقى شكله ايه بقى ان شاء الله؟ الورقة اللي ب10 عورو هنحط عليها صورة عنتر بن شداد الشاعر اللي هز عواطف العرب. الله اكبر. طب والورقة ام 20 هنحط عليها صورة الليمبي اللي ضحك ملايين العرب. الله عليك يا ضياستي. طب والورقة ب 50 دي اللي ما عادتش تجيب كوزين ذرة؟ ده بقى الورقة اللي هيتحط عليها صورة الضياست سمير موحد الأقطار العربية. خصيبك النبي يا عم دياسطي تحط صورتي معاكم في أي عورو. وهو أنا أقدر أنساك برضه يا سلوطة؟ ده أنت حبيبي ما تقلقش، أنا عامل لك ربع عورو مخروم وهحط لك صورتك عليه. اصحى يا دياست يا دياست. يا واد خلاص هحطك على العور الأعور، بطل زن بقى. العور الأعور ده يا أخوي ده أنا بحلم ولا إيه؟ أنا عارفة لك بقى، أنا جيت أصحيك لقيتك بتخر. بخر فيها بيت، ده كان حتة حلم. يا سلام لو يتحقق. أقول لك هاخد لي تعسيلة على الماشي، يمكن العرب يطلعوا القمر ولا حاجة. يوه طب والراجل اللي قاعد مستنيك في المكتب من صباحية ربنا أقول له إيه؟ مين؟ حكمة باشا؟ شوف يا ضياستي، أنا جاي لك في موضوع ما حدش يقدر يقوم بيه غيرك. عارفه يا باشا وكله جاهز ومستني الأكيلة. جاهز إيه ومستني؟ أنتش عرفك أنا هكلمك في إيه أصلا؟ حلمت بيه يا باشا، قصدي يعني الحلم ده حلمنا على رأي الأستاذ مدحت صالح. هو في الحقيقة حلم فعلا. يا ريت الماتش يخلص تعادل ونرتاح كلنا. ماتش ايه معاليك؟ بقى يا سيدي اسمنت السويس هيلعب ماتش ودي مع مولودية وهران، وانت عارف بقى الحساسية اللي بين الجمهورين. قطعة الكورة وسنينها. لا ما هو مش ماتش كورة، هو ماتش باليه ماي. لا إله إلا الله، هو مش عيب لما نخسر بعض عشان شوية مية؟ بقى هي دي الرجولة يا ناس؟ رجولة ايه وبطولة ايه يا راجل؟ ده ماتش بنات تحت 14 سنة. احنا عايزين نستغل منصبك وجلابيتك الخضرة دي لحقن الدماء بين الجماهير. وده هعملها كيف دي يا باشا؟ انت مش مطلوب منك غير انك تحضر الماتش
وهي لو مصر جابت جون جلابيتك الخضرة هتهدي الجزائريين، ولو الجزائر جابت جون جنسيتك المصرية ومنصبك هيهدوا المصريين. واضحة؟ كل ده عشان ماتش باليه ماي. اقول لك انا عندي حل احسن يا باشا، احنا نفتح قناة فضائية تاني. ما هو مفيش حاجة ممكن توحدنا اكتر من قنوات الكليبات المدلعة لعلعة. وكل يوم من ده مقالب، والطبع في الاخر غالب، بس انت واقفه له على الهيفه. ابص يمين يا عم تسوقي لقيت لك الاستاذ بيل كلينتون، ابص شمال الاقي لك الباشمهندس جورج بوش قاعدين جنب في المؤتمر راس براس. كلينتون وبوش؟ انت كنت قاعد في مخازن البيت الابيض ولا ايه يا عم دياسطي؟ لا يا خفيف، ده مؤتمر عالمي للسلام. بقى سيبوش اللي عامل مشاكل مع الناس كلاتها، وسكلينتون اللي كارش مرته في بيت اهلها بقاله سنين، بقوا هيتكلموا في السلام. ما هو عشان كده يا عم تسوقي انا كنت واكل جو منيهم، ده انا لعلعت في السلام خصوصا لما جت سيرة الحمام. بينها حرب دي ولا ايه؟ هذا وقد اندلعت المعارك المسلحة مجددا بين جيشي جمهورية برابيز الشمالية وبرابيز الجنوبية، ولم يعلن حتى الآن عن سقوط ضحايا. يا حول الله يا رب، هم الجماعة البرابزة دول مش هيجيبوها البر أبدا. هم مش دول زمان كانوا بلد واحدة؟ ايوه يا صليت، بس الله يجازيهم بقى اولاد الحرام اللي فرقوا بينهم. اهي برابيزو الشمالية دي طول عمرها مشهورة بصناعة العسل الاسود. برابيزو الجنوبية دي أنا أسمع عنها إنها مشهورة بصناعة الطحينة، ومن ساعة ما انفصلوا عن بعض وبقوا بلدين وهم مش عارفين يقسموا مصنع الزيت الحار اللي على الحدود بناتهم. طب وبعدين يا استاذ دياسطي، انتوا هتسيبوا الخلق تحارب في بعضها كده؟ الله، ما تعملوا حاجة يا جناب السفير. واحنا مالنا كيف يا باشا؟ مش برابيزو الشمالية دي وقفت جنبينا وقفة رجالة وبعتت برطمانات العسل الاسود بالجبهة في حرب 56؟ حصل. وبرابيزو الجنوبية دي مش هي اللي بعتت 1,000,000 برطمان طحينة للمنكوبين في زلزال 92؟ يا سيدي حصل. انا قصدي احنا كأمم متحدة مالنا ومالهم، الخلاف مجرد مناوشات بين الميليشيات. يا باشا ما هي المناوشات هتجيب مناغشات وهيدغمشوا بعض. ما تقلقش خالص، الجماعة بتوع مجلس الأمن شجبوا وأدانوا واستاءوا، وبكرة الصبح هيعربوا عن قلقهم. لا حس كده بقى أنا اطمنت. قال يا باشا ما ينفعش تشوف لنا حد من اخواتكم الاجلاء حشمة وعصمة وبوكلت دول يشوفوا لنا شغلانه في مجلس الامن؟ يا حبيبي مجلس الامن ده كريمة الامم المتحدة وباطون سليق الدول العظمى وكرواسونة كرواسونات المنظمات الدولية. ايه الفرن الآلي اللي فتح فجأة ده؟ ايوه يبقى عشان كده سموه حق الفينو، قصد الفيتو. اسكت خالص، ده السيد بنكيمون بيتصل. أمانة تسلم لي عليه جنابك. بونكي باشا، مساء الخير معاليك. طبعا عرفت الأخبار. أكيد يا فندم لازم نتدخل. نعم دياسطي. طبعا هو سفيرنا للنوايا الحسنة. حاضر يا باشا حاضر. سلامي للأولاد والجماعة. خير يا بهجت بيه. السيد بنكيمون يا سيدي اداك الضوء الاخضر علشان تحاول تصلح بين برابيزو الشماليه وبرابيزو الجنوبيه. شفت صدقتني جنابك، الضياست سمعته سبقاه، ربنا يخليك ابوكم من باشا. بس اسمع، اي قرار هتوصل له لازم تعديه علينا الاول، ما تمشيش من دماغك، اظن واضح. ولا تشغل بالك يا باشا. يا جماعة استهدوا بالله، ده انتوا طول عمركم اخوات وحبايب، دي عينه صابتكم والله. طب والله عينه صابتكم. وبعدين ده انتوا الاتنين ما تنفعوش من غير بعض. انت عسلو بيه ينفع بالكوا تستغنى عن الطحينة؟ وانت طحين بيه ينفع بالكوا تقضيها من غير عسل؟
إذا كان كل الخلاف بناتكم على مصنع الزيت الحار إلا على الحدود، يبقى نفضها شركة، واحد منكم يعرج التاني في نصيبه في المصنع بقرشين، ويا دار ما دخلك شر. ها قلتوا إيه؟ يبقى على بركة الله أكلم الجماعة بتوع مجلس الأمن أطمنهم. طب عدم المؤاخذة حد يديني تليفونه أعمل منه دقيقتين دولي، ولا أنت يعني هتتصالحوا على حسابي؟ ياض ياسي غير المحطة بقى، أنا عايزة أشوف برنامج لعبة الحياة والموت. وده وقت لعب يا بسنت، أنا مستني قرار مجلس الأمن على موضوع برابيزو الشمالية والجنوبية. أنت مش صالحتوهم على بعض؟ أيوة، ومشروع المصالحة المفروض إنه بيدرس في مجلس الأمن دلوقت، وهيصوتوا عليه ويعلنوه حالا. يا رب يا أخويا وافقوا عليه علشان تتنصف ويقولوا دياستي دهمة في الزي. أهي نشرة الأخبار جات أهي، على الصوت شوية يا بسنت. هذا وقد وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 334 والخاص بالمصالحة بين برابيز الشمالية وبرابيز الجنوبية. هي وافقوا. إلا أن إحدى الدول العظمى ذات العضوية الدائمة استغلت حق الفيتو لوقف القرار. يا سنة ساخة. يوه، هو في إيه يا دياستي؟ أنا مش فاهمة حاجة، يعني إيه حق الفيليتو ده؟ الفيتو ده يعني كأنك قلت كهرباء في لعبة كهرباء، محدش يعرف يمسكك، كأنك طلعت على العالي في لعبة كيكة على العالي، محدش يقدر يوقعك. ايوه فهمت، بس هم ليه يعني يستخدموه ويوقفوا المصالحة؟ ده المثل بيقول يا مصالح العسل عالطحينة ينوبك ثواب فيهم وفينا. طب وانت هتعمل ايه بس يا ضياسطي مع خفافيش الضلمة دول؟ هحاول تاني، انا جعبة السياسية لسه فيها ياما. الحق يا عم دياستي، الجماعة البرابزة دوروا الضرب في بعض تاني. هذا وقد هددت برابيز الشمالية باستخدام القنابل النووية المصنعة من نوى البلح لردع برابيز الجنوبية إذا ما هجمتها بالقنابل الذرية المصنعة من حبوب الذرة الشامية. 2000 سلام وتحية. هي حصلت دي تدابير عسكرية غير مسؤولة، دي هراء ومهاترات سياسية. طيب يا بربزة، طيب يا مجلس الأمن، الضياسطي ما يغلبش أبدا. هي حصلت تضربوا بعض بالنوويات والذريات، مش مكسوفين من نفسيكم؟ ما احنا ماشيين آخر مرة واحنا متفقين. صحيح مجلس الأمن ما وافقش على القرار، بس مش لدرجة تحاربوا بعض تاني. ايوه كده يا ضياسطي، اديهم ما ترحمهمش، شد ودانهم. عم تسوقها دخل ياجي 17 حرب، من أول الحرب العالمية الأولى لحد ميدل أوف أونر. كلمهم يا عم تسوقي عن الحروب وويلتها. ايه والنبي صحيح يا ضياسطي، الحرب دي يا ولدي محرقة للمال ومفسدة للأخلاق والصحة. جرى ايه يا عم تسوقي؟ بقول لك كلمهم عن الحرب مش عن السجاير. اهو الاتنين واحد يا ولدي، انما بقى الشاطر ما يبيعش اخوه عشان سيجارة. وانتوا لو حطيتوا ايديكوا في ايد بعض هتبنوا 100 مصنع زيت حار. ضياسطي بيتكلم صح يا جماعة. يلا يا اخويا منك ليه، يلا مد يدك في يد اخوك وحب على راسه. هذا وبعد أن وافق جميع أعضاء مجلس الأمن على القرار رقم 253 بالمصالحة الثانية بين برابيز الشمالية والجنوبية، اعترضت إحدى الدول العظمى على القرار باستخدام حق الفيتو. شفت يا ماما، هو كفل بالفيتو ده زي الفتوة اللي واقف على نصة الحارة، أروح منيهم فين؟ شوف يا ولد، بقى على رأي عمك دسوقي، قال إيش حكمك يا فيتو؟ قال لقيته فاتح بيته. واه هو عم تسوقي لحق يطلع أمثال على الفيتو؟ ده لسه عارف معناها أولت امبارح. خلاصة القول، لو المشكلة اتحلت من جذورها يا ولدي ما يبقاش فيه فيتو من أساسه. كيف يعني يا ماما؟ فاكر لما عيلة زنباخ قامت على عيلة طنبوخ ولعوا لبعض البهايم وسموا المحصول؟ ايوه، ويومها جنابك اتدخلت حليت المشكلة. فاكر أنا حليتها كيف يا ولد؟ حركت البهايم بالمحصول. الله ينور عليك، يبقى تشوف ايه سبب الخلاف من أساسه وتحله يا ولدي. ساعتها مش هتحتاج لا المجلس أمن ولا هيتحكم فيك فيتو،
وتكتب اسمك بالكهارب في ليلة التاريخ يا ولدي. بس يا ماما أنا عرفت أنا هعمل إيه. حضرات السادة العسليون، حضرات السادة الطحينيون، أشكركم لتلبية دعوتي لمؤتمر معاهدة أبوها راضي للمصالحة النهائية التامة بين البلدين ودمج البلدين في بلد واحد من جديد. المثل عندنا بيقول أبوها راضي وأنا راضي، ملك أنت ومنا يا قاضي. يعني من الآخر كده الناس دي جاية النهاردة عشان يتصالحوا وينسوا خلافاتهم، واللي مش عاجبه يطق. ماذا عن مصنع الزيت الحار محل الخلاف؟ أنا عارف لفند المراسل دي عايزنا نفضل نلف وندور في سجية الخلاف على المصنع وننسى الخلاف الأصلي. اللي هو ايه يا فندم؟ اللي هو إن البلدين أصلا مختلفين مع بعض على حاجات تافهة. مش مهم مختلفين على إيه، المهم إنهم يتفقوا ويتصافوا، ساعتها كل الخلافات تهون والبرابيز كلها هتتبربز في برابيزة واحدة. برابيز جنوبي ولا شمالي يا عم دياسطي غير حاجة. برابيز جنوبي ولا شمالي يا عم دياسطي غير حاجة. يا اخوانا جه الوقت بقى عشان نتوحد. ايه فايدة ان يبقى فيه بلد للعسل وبلد للطحينة؟ ما تلخبطوهم في طبق واحد واخلصوا. يلا يا عسلاوي قوم سلم على اخوك الطحيني ولا الحوجة للفيتو. ألف مبروك يا ولدي، مبروك. الله يبارك فيك يا عم تسوقي. بكرة يدرسوا اللي بيحصل ده في كتب التاريخ للعيال في المدارس ويسموها معاهدة أبو عجوة الدولية. قول لي أخبار الجماعة بتوع مجلس الأمن إيه؟ هم واخدين على خاطرهم مني شوية، بس أنا عرفت إن عنديهم جلسة النهاردة. بعت لهم شوية مشلتت على زلعة عسل بالطحينة يبقوا يتغدوا بيهم في الاستراحة. الحاج يا عم دياسطي، في ايه يا طار؟ البرابيز الشمال رجعوا تاني يضربوا في البرابيز الجنوب، ولعوا في مصنع الزيت الحار. يا سنة سوخة دي كده احتياط الزيت الحار في العالم كله هينضرب. معرفتش ليه يا واد؟ اصلهم عملوا لك تمثال وجم يحطوه في الشمال بتوع الجنوب خدوه، جم يحطوه في الجنوب بتوع الشمال خدوه، فضلوا يتعاركوا عليه لحد ما رقبتك بقت في حته ورجلك بقت في حته ويلموا فيك ما تتلم. يعني يا ربي يوم ما يتعمل لي تمثال يتعاركوا عليه ويكسروه. هي الناس دي بتتعارك على ايوتها سبب تافه. انا تافه يا عم تسوقي؟ مش القصد يا ولدي. لا يا عم تسوقي انا فعلا تافه وسفيه عشان بتوسط بين شويه برابيز. وكل يوم من ده مقالب والطبع في الاخر غالب، بس انت واقفه له على الهيف. يا ألف أهلا وسهلا يا 500 مرحبا يا 320 شرفت يا باشا. عامل ايه يا دياسطي؟ الحمد لله. معاليك ما تاخذنيش سعادتك يا باشا، انا لسه بتلخبط. يعني هو جنابك بهجت باشا ولا حكمة باشا؟ وكل شوية حد يغلط فينا. أنا يا سيدي لا بهجت ولا حكمت، أنا أخوهم نجدت. يا بوي هو سعادتك اللي ماسك شرطة النجدة؟ لا يا دياسطي ما تنرفزنيش، أنا خلقي ضيق. أنا ماليش دعوة لا بالشرطة ولا بالدفاع المدني. أنا عضو في الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، عارفها؟ أيوة أمال الأكاديمية الملكية بتاعت الملك فاروق. ملك فاروق ايه بقى يا دياسطي؟ ما تركز معايا شويه امال. الاكاديميه الملكيه دي اللي بتدي الناس جايزه نوبل. مش جايزه نوبل دي بتاعت الحاج نجيب محفوظ واحمد باشا زويل؟ بالظبط كده. اهو انا بقى جاي لك النهارده مخصوص عشان جايزه نوبل. يا ألف نهار أبيض، أنا مش مصدق نفسي والله. صبرت ونلت يا دياسطي، بس معقولة يا باشا جنابك جاي تبشرني بنفسك؟ بشرك بايه؟ تكونش فاكر ان احنا هنديك جايزة نوبل؟ ايه مش سعادتك اللي بتقول كده؟ انا قلت لك انا جاي لك علشان موضوع له علاقة بالجايزة، مش علشان اديك الجايزة. موضوع ايه جنابك؟
بقى الأكاديمية متعودة كل سنة يا سيدي إنها تدي الجايزة للمتميزين في العلوم والآداب والاقتصاد والسلام. تمام كده؟ تمام. لا مش تمام طبعا، علشان السنة دي هتبقى سنة فراغ، ودي حاجة هتعمل لنا مشكلة. طب ما انتوا المحجوجين جنابك، مادام رجعتوا سنة 6 يبقى لازما ولا بد أولى إعدادي هتبقى فاضية. 5 إيه و6 إيه يا راجل؟ أنا بقول لك هتبقى سنة فراغ بدل ما أخليها سنة سودة على دماغك. علشان كده لحد دلوقتي ما حدش اتقدم للأكاديمية بحاجة تستاهل، معنى كده الجوائز ممكن تتحجب. طب سعادتك تحب أكلمهم لك عشان ما يحجبوهاش؟ يا سيدي فهمني، احنا قررنا ننزل للمناطق النائية ندور فيها عن المواهب المغمورة، عشان كده عايزك ترشح لنا حد من عندكم نكتشف موهبته ونديله الجايزة. ايوه يا باشا، بس من غير بس يا ضياستي، انا جاي لك بتكليف رسمي بصفتك سفير النوايا الحسنة. كفر ابو عجوة لازم ياخد نوبل السنة دي، مفهوم يا ضياستي؟ مفهوم جنابك، نديها نوبل. اديها يا ضياستي. انا عايز اعرف انت تعب نفسك على ايه يا ضياستي؟ ما تقول لهم على اي حد وريح بالك من الموال ده وخلاص. اي حد كيف بس يا عم تسوقي؟ هي دي اي جايزة عشان ياخدها اي حد؟ دي جايزة نوبل، يعني اللي ياخدها لازما ولا بد ينقوه على الفرازة. طب ما تاخدوني انا يا عم دياسطي نوبك صواب. خدك ربنا يا بعيد، بقول لك على الفرازة. انت على الفرازة يا جحش انت؟ الصراحة لا. سيبك منه انت يا ضياستي وقول لي انت عايز اللي ياخدها يبقى شكله ايه وانا اقول لك. مش شرط شكله يا عم تسوقي، المهم فعله. احنا عايزين حد نور ومفتح ويكون عمل حاجة محدش عملها قبليه. يابا وهنروح بعيد ليه؟ ما تقول لهم علي انا يا ضياستي، ما انا عملت حاجات ياما محدش عملها قبل مني. جرى ايه يا عم تسوقي؟ هو انا بقول لك عايز حد من المتحف الزراعي؟ انا بدور على مخترع يكون عامل حاجة تفيد البشرية، زي اختراع الفيمتو ثانية بتاع الدكتور زويل. افهموا بقى. يابا طب ما انا اللي اخترعت الصفارة ام روحي. صفارة ايه دي يا عم تسوقي؟ صفارة القطر. ابا ما القطر طول عمره اعور وبصفارة واحدة، جت منين الصفارة التانية دي بقى؟ ده صفارة مخصوص للركاب، عشان اللي بده ينزل في حتة يشدها فتصفر للسواق فيوقف. ايه رايك؟ وهو ده كلام برضك يا عم تسوقي؟ ده انت كده تبقى قلبت القطر توك توك. طب انا اخترعت اختراع يا عم دياسطي، ما تشوف كده يمكن ينفع. بقى انت يا شوال الذرة اخترعت اختراع. ايوه امال، انا بعون الله اخترعت خلطة السباخ السحري. قرص جل طري على شريط نوفالجين على عين العفريت، تسبخ بيهم الارض من هنا تلاقي عود البرسيم مرعرع وبقى فشر عود القصب. بقى عايزني اشيعك للخواجات عشان تجرس لهم في الجلة يا سباخ الطين انت؟ بس اقول ايه، انا الحق عليا اني اتكلمت معاكم. دلوقتي بس افتكرت امك يا دياسطي وميلت عليها. ما استغناش عنك يا ماما، ده انت الخير والبركة. جاي لي طالب المشورة وعايزني ارشح لك حد تصيطوه وتديله جايزة نوبل، مش كده؟ واه هموت واعرف انت بتطلع الكلام من عب كيف من قبل ما اقوله. النوبل دي فرصة وجات لك، ومعاك تضيعها وتديها لحد من برا العيلة. حكيم انا عارفاك زي الجرع تمد البر. ليه بس يا كبيرة؟ هو كان في حد من عيلتنا ينفع ياخدها وانا قلت لا؟ حد مين وسبت مين يا واكل ناسك؟ هو في حد يستجري ياخدها واني موجودة؟ انت يا كبيرة طب تجي كيف دي؟ انا طول عمري بحافظ على السلام بين العوايل وبعضيهم، والجايزة دي كان المفروض اخدها من يجي 20 سنة. سلام ايه بس يا ماما، ما تخلي الطابق مستور. ده انت كل سنة كنت بتعمل لنا مهرجان الطار العالمي في بر الصعيد كلاته. ماني كنت بخلص على رجالة العيلتين اللي بلدهم الطار عشان يعم السلام. يا سلام، الطار والسلام وجهان لعملة واحدة يا ولدي. ربنا يخليك لينا يا كبيرة ويبارك لنا فيك وفي السلام. خلاص يا اخويا ما تعصبش نفسك، بلاش نفل السنة دي. بلاش كيف يا بسنت؟ ده انا ما صدقت الفرصة جاتني.
أنا لازم أترشح للجايزة غصب عنيهم. وهتترشح لها كيف بقى؟ انت مش قلتلي لازما يكون حد بيفهم في الطب ولا الكيمياء ولا الكلام ده يعني؟ سيبك من العلم والعلماء، لسه فيه فروع تانية. اوعك تقولي انك عايز تاخدها في السلام، احنا مش ناقصين مشاكل مع الكبيرة. ولا ده كمان، أنا حاخدها في الآداب. ايوه صح، حقهم يدوها لك في الآداب، ده انت متربي ومتأدب وسيدي الناس كمان. متأدب بيه ومتهبب بيه يا مهفوف انتي. الاداب ده اللي هو الشعر والقصص والحكاوي، بس المشكلة ان العبارة دي عايزة مؤلفات باله رايق. طب ما تقول له غباش افندي وهو يفيدك، ما هو طول النهار عمال يفجع في مواويل وغناوي زي شاعر الربابة اليتيم. والله وجبت التاي هابط صحك ده. هو غباش افندي اللي هيظبطني في المصلحة دي، وانا اعرف كيف اظبطه عشان يظبطني. انا برضو مش فاهم هتستفاد ايه يا استاذ ضياستي لما اكتب المواويل بتاعتي دي في كتاب. ما انا قلت لك يا غباش افندي، دي مسابقة معمولة للادب المحلي، وانت طول الوقت قاعد في محلي وبتشرب شاي وقهوة وخلافه، يبقى فيها ايه لو كتبت كتاب وشاركت بيه في المسابقة؟ هو صحيح انا موهوب، بس ما تاخذنيش يعني، دي حاجة عايزة تفرغ، وانا راجل ورايا مدرسة ودروس خصوصية الخ الخ الخ. انت تاخد لك اجازة من المدرسة اليومين دول، والكام ملطوش اللي بتاخدهم من الدروس الخصوصية هقطعهم لك من لحم الحي وعوضك بيهم. طب بالنسبة لأجرة الأوضة اللي أنا مأجرها منك، اعتبرها مدفوعة لحد ما تخلص الكتاب. طب والجبنة الشيدر اللي بحبها والبسطرمة وصوابع السوسيس اللي بقطعها على البيض؟ عدي علي آخر النهار، خد اللي انت عايزه، حر ونار. بتقول حاجة يا أستاذ ضياستي؟ بقول كل أوامرك مجابة يا باشا فندي، خلينا بس نخلص ونكتب الكتاب ونعلي الجواب. ما دام اتفقنا يبقى مفيش مشكلة، أنا معاك من بكرة الصبح. ما فيهاش الصبح، هنبدأ دلوقتي يا باشا. حالا يا باشا، الكتاب خلص وهشيعه حالا للمطبعة. لا المؤلف ده خليه مفاجأة لما ننول النوبل بعون الله. مع ألف سلامة، مع السلامة. ها يا باشا فندي، ايه الأخبار؟ خلاص يا سيدي، أنا كتبت الإهداء وكله تمام. طب يلا قوام عشان نلحق نشيع الكتاب على المطبعة. طب مش تستنى لما أقرأ لك مطلع منه؟ ده أنت هتتبسط قوي. مش وقته الكلام ده دلوقتي. طب على الأقل شوف العنوان. يا سيدي هنشوف ونقرا بعدين، المهم نلحق دلوقتي نبعت الكتاب عشان يجهز ويطير. يطير على فين؟ يطير يا باشا فندي، هم مش بيقولوا الأفكار ليها أجنحة وممكن تطير؟ وعلى رأي المثل، علي صوتك بالغنى، لسه الغناوي ممكنة. ما تقلب كده يا عم دياسطي، خلينا نتفرج على الاعلانات. اعلانات ايه يا يهبل انت؟ ده انا مستني اعلان جوائز النوبل على نار. يا سيدي يا خبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش. هذا وقد وافنا مندوبون بالأكاديمية بخبر ترشيح الأديب المصري الضياستي سمير لجائزة نوبل للآداب لهذا العام. الله أكبر، الله أكبر. الله، وايه الحكاية؟ هو انت دخلت المسابقة من ورانا ولا ايه يا ضياست؟ استغفر بس يا عم تسوقي، خلينا نشوف الجدع ده بيقول ايه. إلا أنه ومع الأسف الشديد قد تم حجب الجائزة لهذا العام. فالأديب المصري قدم عمله الأدبي الملحمة الضياستية عن سيرة الضياستي الغالي بن سمير وعوالي، وهو من أدب السيرة الذاتية، وهو ما يتنافى تماما مع القواعد المنصوص عليها للحصول على جائزة نوبل في مجال الأداب. يا نهار طين، انت ايه اللي هببته ده يا غباش افندي؟ انت مؤلف الكتاب عني، عايز تجرسني في الاوساط الادبيه يا جدع انت، وقعتك سودة. بقى وعيت انا اللي سودة؟ امال انت وعيتك ايه؟ بابا مشجر؟ ما تستهدوا بالله يا جماعة كده وتفهمونا ايه العبارة. العبارة في الشكارة يا عم تسوقي. الأستاذ أخد مني الملحمة اللي ألفتها بدمي ودموعي وابتسامتي، وراح قدمها للجنة نوبل باسمه عشان يلهف أول 20 مليون كورونا لوحده. كورونا ايه يا جدع انت؟ مشاك ليه تمغرق المحل لتمة عينه؟
انت اللي نصبت عليا ولهفت حياتي كلتها وألفت بيها كتاب من غير ما تقولي. هي ايه الحكايه؟ انا مش فاهم حاجه. استنى انت بس يا سخام البرك، افهمك بعدين، بس افهم انا الاول. قول لي يا اسطى، انت صحيح حطيت اسمك على الكتاب بتاعه؟ ايوه يا عم تسوقي، انا عملت كده، بس انتوا لازم تعرفوا انا عملت كده ليه. عشان لص ومحترف سرقة روايات وسير ذاتية غباشية. احفظ لسانك يا غباش افندي. انا عملت كده عشان نوبل كان شارط على اللي هيتقدم للمسابقة انه يبقى اديب متفرغ. بقى ده جزات اللي ما خلتهوش يسيب وظيفته عشان نوبل. برضك كان لازم تقول لي يا باسطي. اقول له ايه؟ ده انا كنت باكله واشربه وساعات كنت بكرعه قبل ما ينام، يقوم يعمل فيا كده. انا هرفع عليك قضيه استغلال لسيرتي. ده انا اللي هرفع عليك قضية استيلاء على ادبي. خلاص يا اخوانا، اللي حصل حصل، والجايزه راحت والكتاب راح، فضونا بقى من السيره دي. وهي برضك جرسة ودني ليك يا باسطي. جرسة ودن بجايزة نوبل؟ يا نوبلي، قصدي يا ودني. وكل يوم من ده مقالب، والطبع في الاخر غالب، بس انت واقفه له على الهيفه مش ايام الحمد لله ماتينا جو الاكله دي يا باسطي. عيب عليك يا عم تسوقي، وهو انا برضك هاكلك واكل اي كلام؟ ده انت حبيبي. بس التونه دي طعمها غريب، انا خايف لا تكون تونه فريش منتهيه الصلاحيه. منتهية الصلاحية كيف يا دي اهبل انت؟ الحقني بالماء يا صليط. ما تستمر يا عم تسوقي، مش بغسل يدي. ده انت بتمرش في ايدك بقالك ربع ساعة، ولا اللي بيستحمى حمية الكريسماس. كله الا غسيل الايدين يا عم دياسطي. اوعاك تكون نسيت تغسل يد الابريج يا واد. ودي تيجي برضك؟ ده انا قعدت اغسل فيها نص ساعه لحد ما كان هيطلع لي منها عفركوش. الله، انتوا ايه حكايتكم مع غسيل اليدين النهارده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا غباش افندي، ملونك اصفر كده؟ وسط اتقطع، بقالي 3 ساعات موطي على الحوض في دورة المية ونازل غسيل في ايدين العيال. 444 عيل ب 888 ايد. واه هو انت كمان جاتلك شوطة غسيل الايدين؟ ما تفهموني ايه العبارة دي؟ ابا يعني انت ما عارفش يا باسطي؟ الهي اعدمكم واحد واحد يا عم تسوقي، لا كنت اعرف حاجة. بقى تبقى سفير نوايا حسنة وما تعرفش ان النهاردة اليوم العالمي لغسل الايدين؟ وانتوا من متى بقى ليكوا في الكلام ده انتوا طول عمركم لا تعرفوا حاجة ولا شفتوا حاجة. ديك النهار عدى علينا جدع طيب وقال لنا النهارده هيبقى اليوم العالمي لغسل الايدين. وهو اي عبر سبيل يعدي عليكم ويقول لكم حاجة تقوموا مصدقينه كده على طول؟ ده مش عابر سبيل يا عم دياسطي، ده مندوب شركة زفاليقة بتاعت الصابون. الراجل كتر خيره وعدنا يدي كل واحد فينا كرتونتين صابون بريحة، بس بشرط ان احنا نقعد نغسل يدينا طول النهار. تلاقي الجماعة بتوع شركة زفاليطو عاوزين يكيدوا شركة زحليجو، قاموا طلعوا بحكاية اليوم العالمي ده. طب وماله يا عم دياسطي؟ وهو زفاليطه وحش؟ شفت يا سليط، اهم جندوك اهو وبقيت عميل غفير. المهم ان اليوم العالمي ينجح ونتلايم على الصابون ونتزفلط. انا اللي مجنني يا بسنت انهم مصدقين في حكاية اليوم العالمي ده وعاملينه عيد بجد وبحق وحقيق. ايه وهو مش عيد بجد يا دياسطي؟ عيد ايه يا عبيط انت؟ ده شغل مصالح وتجار كبار. اسألين انا، دول عالم بيطلعوا القرش من حنك العالمية بالأونطة. بس أنا سمعتهم في 10 صباحا بيقولوا إن الأيام العالمية دي ياما. عندك اليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي لمحو الأمية، واليوم العالمي للقلب. قلب؟
ده انا باين هقلب عليك قلبة سودة لو ما بطلتيش تهلفط بالكلام الفارغ ده. يا بنت الايام دي بيعملوها عشان يمشي حالهم في البيع والشراء. افهمي بقى، عندك مثلا اليوم العالمي للجمارك، ماله بقى؟ ده يوم بيقعدوا يجمركوا فيه الناس وهي داخله وهي خارجه عمال على بطال. طب هتقول ايه في اليوم العالمي للغاجر؟ اهو اليوم ده بالذات بيقعدوا يرقصوا فيه وهاتك يا بيع في حمص وحلاوه وطبل. ايه ده يبقى مولد بقى يا ضيافتي. ايوه امال مولد صاحبه غايب، بس انا مش هسكت، لازما الاقي لي يوم اظبط به نفسي انا كمان. طب وده هتلاقيه كيف يا ضيافتي؟ ده لازما العالم كله يتفق عليه علشان يبقى عالمي. من النهارده مفيش عالمي، انا العالمي. انت اكيد اتجننت رسمي نظمي فهمي لمعي داخلي خارجي يا رياضتي. بقى في حاجة في الدنيا اسمها اليوم العالمي للبقالة يا راجل. اهدى بس سعادتك وانا افهمك، ده يوم مهم قوي. يا سلام، وده بقى يحتفلوا فيه بالبيض والبسطرمة ولا بالجبنة البراميلي؟ سعادتك احنا بنحتفل بكل المنتجات من اول بيض الديناصورات لحد المش اللي بدوده. يا راجل ايه الكلام الفارغ ده؟ يا سيد الايام العالمية دي ايام محسوبة ومعروفة، وبعدين انت عايزني اديك يوم عالمي كده والسلام من غير ما يبقى فيه مؤسسة بتساندك ولا حتى جمعية بتدعمك؟ مين قال الكلام ده يا باشا؟ انا مدعوم من اقوى واعرق الجمعيات العالمية، جمعية اصدقاء البقال. أنا جميعكم النهاردة يا أخوانا بصفتكم أعضاء الجمعية الوطنية لأصدقاء البقال لمناقشة موضوع هام وعاجل. جمعية إيه وأعضاء إيه؟ إحنا مش فاهمين حاجة. أنا فهمك يا باشا فندي. الجمعية اسمها جمعية أصدقاء البقال، وأنا البقال وإنتوا أصدقائي، يبقوا إنتوا أعضاء الجمعية. يعني أنا على آخر الزمن بقيت صديق البقال؟ مش أحسن ما تبقى صديق الفلاح والناس تفتكرك أبو جردان؟ ايوه ده اصلي، بس على الاقل ابو جردان ده بينجي الدوده من اللوطه. احنا بقى هنعمل ايه؟ انت هتمضولي على الورقه دي يا عم تسوقي عشان نعمل يوم عالمي للبقاله زينا زي الخواجات. وانتوا مش برضه قويين عالميه؟ الكلام ده مع بتوع زفاليطه. وانا عندي قولك يا عم تسوقي، ليك من انت وغباشا فندي لوحين صابون زفاليطه بس بعد ما تمضوا. وانا مش هاخد زفاريته زيهم يا عبد ياسطي؟ ودي تاجي برضه يا سلوطه، ده انا هديك زفاليطه وفوق منه قرصين جله بطبيطه. ده انت هتبقى المسؤول الرسمي عن الدعايه الداخليه ليوم البقاله العالمي. بقى معقول ده اليوم العالمي للبقاله وما بيعش فيه بمليم احمر؟ باه انت بتكلم روحك ولا ايه يا اسطى؟ اعمل ايه بس؟ اليوم العالمي للبقاله بينضرب مني. بيتضرب ازاي بس؟ ده أنا لسه سامعهم في الراديو بيقولوا إن سلسلة محلات فرفور الشهيرة ومحلات سبنسة الكبيرة محققين مبيعات خيالية النهاردة. امال انا ايه اللي حصل لي؟ يكونش حد عمل لي ايوه اكيد الناس بتوع الجزاره حاقدين على يوم البقاله وعاملين لي عمل. انا هدخل افتش يمكن الاقيه مدسوس في برميل ترشي ولا علبه سمنه. السلام عليكم. امال فين عم ياسطي عشان نقول له كل سنه وانت طيب؟ هو مين اللي طيب؟ ده انا بيتخرب بيتي. انا يا واد مش جاي لك تدور في الكفر كله تعلن الناس. امال يا عم ياسطي وانا اقدر اتاخر؟ انا جبت حمار وركبته بالشقلوب ومسكت الطبله دي ولفيت في البلد كلتها وقلت يا اهالي المدينه بكره يوم البقاله العالمي، عايزين نحتفل بعم ياسطي البقال ومحدش يشتري منه حاجه ويسيبوه يرتاح. بقى انت قلت للناس ما يجوش يشتروا مني حاجه؟ معلش يا استاذ ياسطي عيل وفهم غلط. اوعى يا باشا فندي سيبنا عليه. انت عملت مصيبة كارثة. يوم البقالة بتاعك ده نجح بشكل بشع. انا ما كنتش متخيل انه هينجح كده. طب ليه يا باشا النفسنة دي؟ ما تعملوا لكم يوم عالمي للموظفين الدوليين انتوا كمان. يا اخي افهم،
محلات البقالة والهايبر ماركتس دول من المؤسسات التجارية اللي حققت مكاسب مهولة. ما تفكرنيش. حصل زيادة غير طبيعية في الاستهلاك، وطبعا الأسعار ارتفعت والمجاعات بشايرها هلت، ده غير بقى التلوث من مخلفات البقالة. ايه ده كله جنابك؟ ناقص تقول لي انت اللي رميت القنبلة الذرية على هيروشيما وناكاساكي. بقولك ايه، يوم البقالة ده تنساه خالص، وانت من بكرة معزول من منصب سفير النوايا الحسنة. يا سنسوقة، يعني في يوم واحد اخسر في الدكان واتعزل من السفرانية؟ ايوه يا سيدي، عشان تصرفاتك كلها رعونة وشكلك كده نيتك مش سليمة. لا يا باشا، انا نيتي سليمة قوي، بس عشان خاطر تديني فرصة وانا حسبت لك حسن نيتي. شوفوا بقى يا جماعة، أنا هعتبر اللي حصل ده تصرف غير مسؤول من الطور المهبول اللي اسمه سليط. بصراحة يا بسطي انت برضك طمعت، والمثل بيقول يا طمعانة في البقالة يا متكعبلة في صفيح الزبالة. شوف يا عم تسوقي، احنا لما عملنا يوم البقالة الناس اشترت مشتريات ياما وعملوا رقم قياسي في الشراء. شوف بقى لو كل بقال اتبرع بنص مكسبه للأعمال الخيرية، ايه اللي هيحصل؟ هنحقق رقم قياسي في التبرعات الخيرية، ولو وجهنا الأموال دي لخدمة المحتاجين هنقضي على الفقر والجوع، وتنخفض معدلات البقالة في ظرف 3 سنوات أو 3 أيام بقالة عالمية. أيهما أقرب؟ الله أكبر، العلقة جابت نتيجة. يعني ما كنتش ضربتوا العلقة دي من 20 سنة فاتوا كان زمانه دكتور ولا عالم فالك. شوف يا أستاذ ضياستي، لو الحكاية حكاية تبرعات أنا وراك، وليك عليا أخلي كل زمايلي وتلامذتي يجوا يشتروا من عندك. بالدور يا جماعة، الخير كتير والتبرعات كتير والغلابة كتير، صف واحد يا زبون انت وهو. يلا يا أستاذ ضياستي اديني علبة طباشير. خد يا سيدي، هات بقى 3 جنيه. نعم 3 جنيه ليه إن شاء الله؟ هو كده بقى البقال يبقى متبرع بنص مكسبه؟ ايوه، علبة الطباشير بجنيه، هكسب فيها 2 جنيه، اتبرع بجنيه واكسب جنيه. يا سلام يا اخوي، بس كده مش عادل. يلا يا باشا فندم ما تعطلش الطابور، قول لي عايز تتبرع لمين بالفلوس بتاعتك؟ إذا كان كده بقى يبقى طبعا هتبرع لجمعية المدرس الكادح. سجل عندك هذا سليط، 1 جنيه عندك باشا فندي تبرع لجمعية المدرس الكادح. حاضر يا عم دياسطي، اللي بعده. هات حتتين حلاوة طحن يا دياسطي. من عينيا يا عم تسوقي، ايدك بقى على 5 جنيه ليا و5 جنيه للحلاوة و5 جنيه تبرع لجمعية تسوس الأسنان. باي، هو أنا عاد في أسنان يا ولدي؟ خد يا سيدي، ولو إني مش مقتنع بالموضوع ده كله. القناعة كنز لا يفنى يا عم تسوقي. اللي بعده. بقول ايه يا عم دياسطي، قبل البضاعة ما تخلص أنا عايز أشتري زيت وسمنة وزبدة. هتعمل إيه بالدهنيات دي كلاتها يا؟ أصلا أنا عايز أتبرع لمصنع الكازوزة الدايت يا عم دياسطي. أما هو ده صحيح، المهم إن يوم البقالة العالمي نجح نجاح ذريع. سلام عليكم. أهلا بهجت باشا. لا أنا مش بهجت، أنا نشأت. يا أهلا بالغالي أخو الغالي أخو الغاليين الغوالي. ما شاء الله ما شاء الله، إيه الحلاوة دي؟ ده البيع على ودنه أهو. الله أكبر، خصيمك النبي يا شيخ تسيبنا نسترزق ونعوض خسارة امبارح. لا استرزق وعلى أقل من مهلك، أنا عايزك تبيع وكأنك بتبيع في آخر زادك، عاوزك تكسب أعلى مكاسب. ليه يا نشأت أفندي؟ خير مش عوايدك. أصل بكرة اليوم العالمي للضرايب يا خفيف. يا سنسوقة. وكل يوم من ده مقالب، والطبع في الآخر غالب، بس انت واقفة له على الهيفة مش طيب. يا ألف أهلا وسهلا، يا مراحب يا أهل الدار، يا مراحب. جرى ايه يا ضياستي؟ هو انت كل ما تشوفني هتقعد تهلل كده؟ ده انت اللي في مكتبي يا راجل.
انا اصلي لما بقابل سعادتك يا باشا بحس ان الدنيا ربيع والجو بديع. طب قفل لي بقى على كل المواضيع واسمعني. انا جايبك النهارده عشان ابلغك بمهمه حساسه وصعبه. انا بتاع الميشن امبوسيبل، اديني يا باشا. في اجتماع لسفراء النوايا الحسنه هيتعمل بعد يومين في نيويورك. عايزينك بقى تجهز شنطتك واجندتك الدبلوماسيه علشان تسافر تحضر الاجتماع. طب والله انا كان قلبي حاسس، ده انا حتى فوت على عم برجع بتاع الشنط من يومين وقلت له جهز لي شنطه جلد حمار بسوسته دبل وابزيم كنكه عشان اعملها حجيبه دبلوماسيه. انت هتجنني يا جدع انت. حد قالك انك هتشيل حقيبه دبلوماسيه؟ مش سعادتك لسه جاي لي جهز اجندتك وشنطتك الدبلوماسيه يا ضياستي يا حبيبي؟ لا يا حبيبي، انا قلت لك تجهز شنطتك واجندتك الدبلوماسيه، مش اجندتك وشنطتك الدبلوماسيه. ما تفرقش يا باشا. لا تفرق، انت تشيل اجنده دبلوماسيه وبس، اما الحقيبه الدبلوماسيه دي بتاعت السفراء اللي بحق وحقيق. يعني ايه السفرة اللي بحق وحقيق؟ امال انا بجايه يعني سفير كرتون من بتوع مالت ديزني؟ انت سفير نوايا حسنة، يعني شغل مجاملة، يعني مهمتك ودية مش رسمية. اسره تجهز نفسك زي ما قلت لك، السفر بعد يومين، مش عاوز تأخير، اظن واضح. وسيادتك السفر هيبقى بري ولا بحري؟ جوي. بابا انتوا كمان هتوفروا؟ يا اخي الاعلان ده بالذات كل ما يجي ما فهموش، يقعدوا يدقوا في مسامير في الحيطه وكلها تتني الا المسمار الازرق ده اكيد مسمار جحا يا عم تسوقي. ما شاء الله ما شاء الله، طول عمرك فصيح يا صليط وتجيبها وهي طايره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس اهو ضياست جه اهو، وهو اللي هيفتنا في موضوع المسمار ده. بلا مسمار بلا زراديه، اخلع من نفوخ الليله دي، انا على اخري. خير يا استاذ ضياستي، مالك؟ المسؤوليات بقت تقيله قوي يا باشا افندي، وكل مسؤوليه والتاني قد الدهيه. جده وجدود يا ضياستي، طول عمرك حمال اسيه. بس الحمول النبادي واعرى قوي. ده دي برضك يا عم ضياستي تروح تشتغل حمال اسيه من غير ما تقول لنا؟ انت بتهلفط تقول ايه؟ هذا مكفوف انت. ما خلاص بقى، عم تسوقي فضح سترك والشنطه اهي قدامنا على عينك يا تاجر. حوش يدك عن الشنطه لقطعها لك يا سكيبت التبن انت. في ايه ده اصلي؟ الواد عايز يتفرج على الشنطه، ما فيهاش حاجه دي. وهي دي برضك زي اي شنطه يا عم تسوقي عشان يمد يده ويلعب فيها. اللي يسمعك كده يقول الشنطة موسعة بجواهر تاج محل. لا محل ولا دكان، دي حجيبة دبلوماسية، واللي يجرب من الحجيبة الدبلوماسية يأكلوه المهلبية. يعني ايه حجيبة دبلوماسية يا عم ضياستي؟ يعني شنطة خطرة ما يشيلهاش غير راجل خطير وسفير زيك ده، ومحدش يقدر يلمسها او يفتحها غيري. بس انا اعرف انك رحت للحاج بريجع ووصيته على شنطه زي دي باماره ما قلت له يفصلها لك من جلد حمار مخطط. مين قال الكلام الفارغ ده؟ لعلمكم بقى الشنطة دي مسلمينها لي في الأمم المتحدة، ومحرجين علي أنا والسفراء زملاتي إن حد يهوب يمتها. وما كمان بيوزعوا عليكم الشنط في الأمم المتحدة يا عم ضياستي؟ هي الشنط بس، ده بيدونا كمان زمزميات وكشاكيل وأقلام دبلوماسية. الله، ولما هي خطر قوي كده ليه شايلها وبتتمخطر بيها في الطريق العام قدام اللي رايح واللي جاي؟ أنا لسه مستلمها دلوك من بهجت باشا عشان أسافر بيها أحضر اجتماع مهم في نيويورك. نيويورك مرة واحدة يا ضياستي؟ لا مرتين يا عم تسوقي، أصل هنعمل ترانسيت في باريس الأول. طب ما تعمل لي معاك ترانزيت يا عم ضياستي وتاخدني معاك. قادر ربنا ياخدك يا سليط من غير ترانسيت. قال احجز له ترانسيت، قال ما بقاش غير سليط المفشي ده كمان اللي هيسافر معاه نيويورك. اي يا راسي.
واه ماما، هو انت لسه فيك الخصلة دي؟ انا قلت لهم يضربوك بشومة 9 مللي جوه 4.5 ريختر عشان ما تعوقش وتفوق جوام. طول عمرك حنينة يا كبيرة، بس هو انت ليه لما بتعوزي تجيبيني بتعملي فيا كده؟ ده انا كل اصحابي امهاتهم بيدوهم مزد قول، حتى ام عم تسوقي بتديله رنة. شطب يا ولدي واسمعني، الميكروفيلم ده جالي من 10 دقايق والجماعة حمدوه من شوية وانت مسورع. يعني شنطة خطرة ما يشيلهاش غير راجل خطير وسفير زيك ده، ومحدش يقدر يلمسها او يفتحها غيري. واه واه واه. كبرت وبقيت بتسافر من غير اذن يا ضياستي. هو انا اقدر يا كبيرة؟ ده انا كنت عجيلك عشان تختمي لي الباسبورت بختم الرخ. هتتدلى على نيويورك مش كده برضو؟ دي رحلة صغيرة كده وضروري كنت هقولك. امال مين اللي هيعمل لي سندوتشات الكبدة والسكالانس؟ وهتتدلى بقى وانت معاك الحجيبة الدبلوماسية، لا حد هيفتشك ولا حد يقدر يهوى بنواحيك. ايوه يا ماما. على بركة الله. خد يا ضياستي امسك. اهدى يا ماما. ده امانة هتدسها في الحجيبة الدبلوماسية وهتسلمها لاخوك اول ما رجلك تخطي عتبة امريكا. واه اخوي دي كبري ليه كده بس يا كبيرة؟ تسمع الكلام وتنفذه وانت ساكت يا ولد. ايوه يا ماما، بس ما تاخذنيش، يعني اخوي ده بتاع اكشن وما بيجيش من وراه غير المصايب. اوعاك تعيب في اخوك الكبير يا ضياستي، والامانة هتدسها في الحجيبة الدبلوماسية بخاطرك احسن ما خليك تدسها غصب عنيك. امرك يا ماما. شفت امي بتعمل فيا ايه يا بسنت؟ يرضيك اللي بيحصل فيا ده؟ معلش يا ضياس، برضك امك وكلامها يمشي عليك زي السيف المحمي في صرصور ودنك. بلا صرصور بلا بلاعة، الحكاية كده شكلها هتقلب بكابورت. طب ما تقولي بس ايه اللي جالجك؟ ما الشنطة تشيل، وايا كان اللي في العلبة مادام هتدسه في الحجيبة الدبلوماسية محدش هيقدر يجي يميتك. حجيبة ايه يا هبلة انت كمان؟ انت صدقتي؟ دي شنطة اي كلام، عم بريجع الصراماتي هو اللي عملها. طب انا عندي فكرة، انت تعمل مع عمك زي ما كنت بعمل مع عمي. ولو اني عارف ومتوكد انك هتقولي كلمتين ملهمش عازة، لكن ماشي ارغي يا بسنت. زمان لما كانت امي تحب توديني السوق كنت بعمل فيها عيانة عشان اخلع منها، ايه رأيك؟ اتخبلت يا بت، ما ينفعش اقول لها ان عيان دي كبيرة، يعني ما فيش فيروز يقدر يهوب نواحي الكفر كلاته من غير ما يديها خبر. طب وبعدين هتعمل ايه في الحصة دي؟ بقول لك ايه، روح اعملي لي كوباية شاي تقيل سكر سنترافيش وسيبيني امخمخ شوية لحالي. أنا خرجت من عندك يا كبيرة وقلت أمشي جار زريبة حمدان لاجل ما تونس بالبهايم، وإذ فجأة ألاقي لك حتة حنش أناكوندا بروحين طالع لي من الزريبة، تقوليش خارج من جوارسك بارك. وبعدين لقيت لك الحنش ده قامت فيه فشر اللزقة الإنجليزي، قعدت أفلفص وأبلبص وأملمص إنه يفك أبدا. وبعدين ولا قبلين فضلت قاعد أتلوى قدام حنك الحنش فشر هالكريز وزينة لحد ما ربنا ألهمني إن أحدفه بالحجيبة الدبلوماسية في حنكه. وحدفتها به؟ ايوه امال، ده هو لهطها من هنا وقلب دبلوماسي على طول وقام عاتقني. الحمد لله على سلامتك يا ضياستي. الله يسلمك من كل شر يا كبيرة. ايه دي الشنطة اللي لهطها الحنش، هتاخدها من سكات وهتسافر بيه وتسلم الأمانة لأخوك دي كابري. هي الأناكوندا كمان طلعت شغالة لحسابك يا كبيرة.
انت متأكد ان خطتك النوبة دي هتفلح يا دياستي؟ حتى لو ما فلحتش انا ما عنديش بلان بيه يا بسنت. طب وانتش ضمنك ان سليت هيوافق انه يشيل الشنطة بدالك وانتوا داخلين المطار؟ ما وافق خلاص، سليط ده اصله بيجري ورا بطنه. انا بس شاورت له بيدي على الكراميلا والهمبرجر اللي في امريكا، لقيته لبت فيا على طول زي الجرادة. طب وافرض الفاس وجعت في الراس وفتشوا الواد في المطار وجفشوه بالشنطة؟ ما يقفشوه بقى ولا يعدموه، المهم ان انا هبقى بعيد يا بسنت. انا في ايه ولا في ايه انت التانية؟ طب وصلت يا دياستي؟ هيعلقوا له الرمانة. يا ترى عامل ايه دلوقتي يا دياستي؟ هيكون عامل ايه يعني؟ اهو مسافر كيف كل الخارج ما بتسافر. ايوه يا كبير، بس دول بيقولوا ان امريكا دي وعرة قوي، نهارها ليل وليلها نهار، وبيقولوا ان بيوتها ملونة زي بيت شم النسيم، اشي بيت ابيض وشي بيت احمر وشي فستقي. يا حبة عيني يا دياستي، ده انت زمانك محتاس في امريكا. ما تنشف امال يا بت. يا ما نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيه داخل عليا الدار زي زمان. السلام عليكم يا حبيبي يا دياستي، يا حباية عين امي الشمال يا دياستي، وحشتني قوي يا اخوي. ما بلاش صلبطة بقى انت كمان، هو انا كنت لحقت اسافر عشان تتوحشيني؟ ايه اللي حصل يا ولد؟ ايه اللي رجعك؟ انطق. الناس في المطار حشوني ومنعوني من السفر. ليه بس يا دياستي كده؟ انت مش قلت انك